تسلق الصخور مش بيموتك بالطريقة اللي ممكن تتوقعها. مش بياخد المتهورين، مش بياخد الرجالة اللي بيختصروا أو بيتجاهلوا التدريب أو مش عارفين هم بيعملوا إيه. بياخد أحسن الناس. من الأسطورة اللي ما وقعش ولا مرة على مدار 23 سنة تسلق، لحد آخر قصة لمتسلق الصخور اللي مات بطريقة غير متوقعة ومرعبة لأقصى درجة. 5 رجالة، خبرة مجمعة في تسلق الصخور العمودية، أكثر من اللي معظم الدول بتطلعها في جيل كامل. كل واحد فيهم مات وهو بيعمل حاجة كان عملها 10,000 مرة قبل كده، لكن مع بعض بقوا من أسوأ 5 وفيات في تاريخ تسلق الصخور. في الساعتين الجايين هتشوف بالظبط إزاي ده بيحصل. هات لك كرسي. 5 يوليو 2009، دايك وول، كاليفورنيا. هو بيتسلق الجرانيتو الدافي لوحده، من غير حبل، من غير حزام أمان، بس جزم التسلق وإيديه مليانة بودرة الطباشير و30 سنة خبرة. عارف بالظبط جسمه يقدر يعمل إيه. المسار اللي قدامه مجرد إحماء، بس 80 قدم. النوع ده من التسلق مش بيتطلب منه تقريبا أي مجهود. إيده الشمال بتوصل لمكان مسكته قبل كده 100 مرة. ده اللي حصل في آخر دقائق في حياة جون باتشار. أهلا بيك في الحافة القصوى. لما كان جون باتشار عنده 17 سنة بس، قرر يبقى أحسن متسلق صخور في العالم. ممكن تعتبره مجنون. ساب المدرسة ووصل وادي يوسيمايت سنة 1975 في عربية فولكس فاجن حمراً، ومعه جزمة التسلق وساكسفون آلتو وجسم شكله معمول مخصوص لتسلق الصخور العمودية. التسلق كان محور حياته كله، ما كانش مهتم بأي حاجة تانية. في بداية مراهقته اكتشف منطقة بولدرينج من الحجر الرملي في وادي سان فرناندو اسمها ستوني بوينت، ومن هنا انتهى كل حاجة تانية. واحد من المتسلقين المحليين افتكر إنه شاف جون وهو مراهق بيتسلق وقال: لما بدأت أتسلق باخار كان هنا بالفعل، كان في المدرسة الثانوية وكان بالفعل أحسن من أي حد تاني. كان بطيء، دقيق ومثالي. في يوسيمايت انضم لمجموعة صغيرة من المتسلقين الشباب الموهوبين اللي اعتبروا الوادي ده بيتهم والتسلق هوسهم. كانوا بيتسموا ستون ماسترز، وكانوا عايشين في عربيات وفي خيام في معسكر اسمه كامب 4. أوقات كانوا بيقعدوا شهور على التوالي وبيتسلقوا كل يوم من غير توقف. كانوا بيغيروا حدود الممكن في الرياضة دي، وكانوا عارفين كده كويس. عشان تفهم إيه اللي قتل جون باتشار لازم الأول تفهم العالم اللي بنى عليه حياته كلها. أيوة، في معظم الخمسينات والستينات كان الهدف في التسلق على الجدران الكبيرة هو بس توصل للقمة بأي وسيلة ممكنة. المتسلقين كانوا بيستخدموا مسامير معدنية يضربوها في الشقوب عشان يوقفوا عليها، وكانوا بيستخدموا حلقات من الحبال عشان يسحبوا نفسهم لفوق. الصخرة كانت مشكلة لازم تتحل بالمعدات. محدش كان مهتم قوي بشكل التسلق نفسه. ستون ماسترز غيروا ده. فلسفتهم كانت بسيطة وجذرية في نفس الوقت. استخدم إيديك ورجليك بس على الصخرة من غير وسائل مساعدة ومن غير ما تشد نفسك لفوق بالمعدات. لو ما قدرتش تتسلقها بقوتك لوحدك يبقى لسه مش جاهز ليها. سموها التسلق الحر، ووصلوا بيها لمستويات ما حدش وصلها قبل كده. في سنة 1975 جون ومجموعة من أعضاء ستون ماسترز عملوا أول صعود حر لطريق اسمه أسترومان على الوجه الشرقي لواشنطن كولمان، وهو جدار معروف بصعوبته مليان مراحل تسلق، وأفضل المتسلقين ما قدروش يطلعوه غير بمساعدة الأدوات. هم تسلقوه بالكامل بقوتهم الشخصية. بقت واحدة من أشهر عمليات التسلق في تاريخ التسلق الأمريكي، ووضعت معيار جديد لقدرة جسم الإنسان على التسلق على الصخور العمودية. بس حتى وسط المجموعة دي جون كان مميز عنهم، في حين إنه الباقيين كانوا بيركزوا بس على التسلق، هو كمان كان بيتدرب. كان مهووس بده بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده في عالم التسلق. كان بيقرأ كتب عن التغذية والجسم البشري بنهم، إزاي العضلات بتشتغل، إزاي يقوي قبضة إيده، إزاي يتعافى أسرع، كل الحاجات دي. كان بيدرس فناني قتال زي بروسلي، وكان بياخد تدريبات القوة على محمل الجد.
مكان معسكره في كامب 4 اتملأ بأوزان وسلالم معلقة وعواميد عقلة. متسلقين تانيين كانوا بيجوا يتفرجوا عليه وهو بيتمرن، زي ما ممكن تقف تتفرج على حاجة عمرك ما شفتها قبل كده ومش قادر تفسرها. عشان يتسلق أسرع اخترع جهاز تدريب بقى معروف باسم سلم بخار. هو سلم حبال مائل لبرا طوله حوالي 18 قدم، فيه درجات خشب وبتتسلقه بإيديك بس من غير ما تستخدم رجليك خالص. يبدو بسيط بس هو مش كده خالص. النهاردة فيه نسخة من الفكرة دي موجودة تقريباً في كل صالة تسلق في العالم. جون بنى النسخة الأصلية بين شجر كامب 4 في السبعينات. في فترة قوته كان بيعمل عقلة بذراع واحدة وهو ماسك دمبل وزنه 12.5 باوند في إيده التانية، وكمان يعمل عقلة بذراعين مرتين وهو رابط أكتر من 100 باوند حوالين وسطه، وده كله كجزء من تمرينه العادي. جون عمل كل ده لأنه كان عايز يكون شاطر جدا في أي مسار، لدرجة إن السقوط ما يبقاش وارد. مش بس غير محتمل أو نادر، لا، هو كان شايف إنه مستحيل يحصل. بس كان فيه كمان سبب تاني خلى بأخار مهووس بالكمال. جماعة ستون ماسترز كانوا متسلقين أحرار، بيستخدموا إيديهم ورجليهم بس على الصخرة، ومعهم حبل بيربطوه في المعدات وهم طالعين عشان يمسكهم لو وقعوا. ده كان وقتها يعتبر جريء ومتقدم بالنسبة للعصر ده. جون راح أبعد من كده، هو شالوا الحبل خالص. الطريقة دي في التسلق من غير حبل، من غير حزام، ومن غير أي نوع من الحماية، اسمها التسلق الحر المنفرد. جون ما اخترعش الطريقة دي، بس هو كان أول واحد يعملها بشكل مستمر ومنهجي، وعلى درجات صعوبة خلت باقي عالم المتسلقين يسكت. في سنة 1976 وهو عنده 19 سنة قرر يتسلق جدار جرانيت ارتفاعه 400 قدم اسمه نيو ديمنشنز. المسار ده كان تصنيفه 5.11A، وده كان أصعب تصنيف في الوقت ده، وجون قرر يتسلقه من غير حبل. هو نجح. لكتير من المتسلقين ده كان غالباً أهم لحظة في مسيرتهم. بالنسبة لجون ده كان مجرد البداية. في سنة 1979 واجه جون طريق جرانيت من 3 مراحل في يوسيمايت اسمه نابيسكو وول. كان لازم يتسلق حوالي 1000 قدم من الصخور العمودية من غير حبل، في أجزاء حتى المتسلقين المحترفين كانوا بيعانوا عشان يخلصوها وهم معاهم كل المعدات، وعملوها من غير أي أخطاء. وبعدين ركز على مسار اسمه الموراتوريوم، كان ارتفاعه 500 قدم رأسياً من جرانات يوسمايت. ده كان مختلف عن محاولاته اللي فاتت. قرر يتسلقه من غير حبال، مع إنه عمره ما تسلقه قبل كده. في التسلق ده بيتسمى تسلق منفرد من أول محاولة، وده بيعتبر أخطر حاجة ممكن الواحد يعملها بإرادته على الصخور. وهو طالع لفوق ما كانش مسيطر على نفسه بالكامل، كل حركة كانت بتختبر قدراته لأقصى حد. وصل للقمة ونزل، لكن بدل ما يحس بالرضا اللي متعود عليه بعد التسلق حس بحاجة تانية. وصف الإحساس ده بعدين وقال: وأنا فوق حسيت إني فاضي من جوا، كأني عملت حاجة ما كانش المفروض أعملها ونجيت منها. الإحساس ده معناه إن الحظ كان ليه دور، والحظ في فلسفة جون باتشار ما كانش مقبول. الحظ معناه إنه هامش الأمان بينه وبين الأرض بقى ضيق لدرجة إنه ما قدرش يفسرها أو يتحكم فيها بالكامل. فعشان كده قرر من اللحظة دي إنه مش هيعمل تسلق منفرد من غير حبال، غير على المسارات اللي تسلقها بالحبل كذا مرة لحد ما يعرف كل حركة فيهم بيقين تام. والتسلق المنفرد من غير حبال نفسه هيبقى مجرد عرض نقي للتمكن. السيطرة مش البقاء كانت هي المعيار. ذي كانت فلسفته في التسلق، واللي أنتجت سجل عمر الرياضة ما شافته قبل كده. جون غزا مسارات معظم المتسلقين المحترفين، عمرهم ما قدروا يتسلقوها حتى بالحبل. على مدار أكثر من 30 سنة تسلق حوالي 1.5 مليون قدم من الصخور من غير أي حماية. ده يعادل التسلق من مستوى سطح البحر لقمة جبل إيفرست أكثر من 50 مرة من غير ما يتشبك في أي حاجة ولا مرة. جون ما كانش بيعمل كده عشان يستعرض أو من غرور. بالنسبة له التسلق من غير حبل ما كانش حاجة متطرفة، كان بس صادق. كان البشر بيتحركوا في العالم
وهم مسؤولين عن كل قرار بياخدوه زي ما الطبيعة قصدت. على حسب كلامه كل الناس بيتسلقوا من غير حبل. لما تروح للمحل انت كده برضو بتتحرك من غير أي حماية. الموضوع كله في صعوبة الطريق بس. وجون كان عايز العالم كله يفهم ده. في سنة 1981 نشر إعلان لمتسلقي يوسيمايت ووعد بمكافأة $10,000 لأي حد يقدر يتبعه ليوم كامل من غير حبل. كل اللي عليك تمشي معاه بنفس سرعته على أي صخرة يختارها وتاخد $10,000. محدش قبل التحدي. أفضل المتسلقين في العالم رجالة وستات كانوا بيتدربوا معاه كل يوم وعارفين هو يقدر يعمل إيه بالظبط. شافوا عرضه وسكتوا. السكوت ده كان معناه كل حاجة. جون بيكر بقى حاجة الرياضة عمرها ما شافتها قبل كده ومش لاقين لها اسم يوصفها. في نص الثمانينات جون بقى مشهور عالمياً بطريقة ولا متسلق قبله وصل لها. اتسلق طرق خطيرة لوحده على الهواء في إعلانات تلفزيون. شارك في مسابقات ألعاب البقاء وكسب. مجلة رولينج ستون عملت عنه موضوع في وقت ما كانش. التسلق ظهر على غلاف مجلتهم قبل كده. بقى هو الوجه المعروف لرياضة أغلب الأمريكان. عمرهم ما سمعوا عنها وكان بيعمل حاجات قدام الكاميرا أغلب الأمريكان ما يصدقوش إنها حقيقية. العالم كله حبه. ولا طريق ولا جبل قدر يوقفه ولا متسلق واحد على وجه الأرض كان حيحاول حتى. طريق سريع في نيفادا كان على وشك يعمل ل30 سنة من تسلق الصخور ما قدروش عليه. في 13 أغسطس 2006 جون بيكر كان قاعد في عربية راجع بها البيت بعد معرض تجاري في مدينة سولت ليك. وقتها جون كان عنده 49 سنة. هو لسه كان بيتسلق بس كان أكتر من كده بكتير. كان عنده شغل ناجح وابن صغير اسمه تايرس وحياة كبرت واتطورت كتير عن عربية الفولكس فاجن الحمراء اللي جه بيها من 30 سنة. وكان قاعد جنبه ستيف كارافا شريكه في الشغل وصاحبه العزيز. وكانت صاحبته أناستاسيا موجودة في العربية كمان. المفروض كانت تبقى رحلة مملة للبيت لكن في مكان قريب من حدود ولاية نيفادا عربيتهم خرجت عن الطريق. محدش قدر يفسر السبب بالكامل لحد دلوقتي. مفيش مواد ممنوعة والعربيات تانية كانت موجودة بس طريق صحراوي مستقيم. وفجأة من غير أي تحذير عربيتهم خرجت من الطريق. ستيف توفى في الحال. أناستاسيا نجت بإصابات بسيطة. جون كان لسه عايش لما المسعفين وصلوا له. تم نقله بطائرة إسعاف ليوتا علشان يتلقى علاج طبي عاجل. واللي اكتشفه الدكاترة كان ضربة قاضية لمسيرته المهنية. كان عنده كسر في 5 فقرات في رقبته. العمود الفقري العنقي هو الجزء من العمود الفقري اللي بيعدي في رقبتك. هو 7 فقرات فوق بعض من قاعدة الجمجمة لحد كتافك. اللي بيعدي في نص ال7 عضمات دول هو الحبل الشوكي بتاعك. كل أمر بتحريك صباعك أو تقبض على مسكة لازم يعدي من الممر الضيق ده في رقبتك. باكار كان كاسر 5 فقرات من ال7 دول. أخطر كسر فيهم كان في أعلى العمود الفقري العنقي بالضبط عند قاعدة الجمجمة. الدكاترة قالوا لجون إنه لو الكسر كان يتحرك جزء صغير في أي اتجاه تاني كان هيبقى مشلول من الرقبة لتحت أو كان ممكن يموت قبل ما المسعفين يوصلوا. كان لازم يعملوا لجون عملية جراحية يثبتوا فيها عمود الفقري بقضبان ومسامير عشان يمسكوا الأجزاء اللي اتكسرت في الحادث. بس هو ما كانش عنده تأمين طبي وفواتيره كانت ضخمة جدا. الخبر انتشر وجماعة متسلقي الجبال جمعوا تبرعات للرجل اللي رفع مستوى الرياضة دي لمستوى جديد. فواتيره اتدفعت. العملية نجحت. رغم كل اللي حصل له جون مشي على رجليه تاني. دي كانت معجزة طبية بس جون عمره ما حيبقى زي الأول تاني. لما الجراحين لحموا فقراته العنقية مع بعض تاني ثبتوا العظم بس ما قدروش يعملوا حاجة للأعصاب اللي اتضررت. العظم بيخف مع الوقت. الأعصاب مش بتشتغل بالطريقة دي. أوقات ما بتتعافاش بالكامل. الحالة دي اسمها تلف عصبي متبقي. دي مشكلة دائمة في الإشارات اللي بتتحرك من المخ ونزلة من خلال العمود الفقري العنقي لحد الذراعين والإيدين.
والمشكلة بالذات في الحالة دي إنها مش ثابتة. ممكن تكون مش باينة خالص لأيام أو حتى أسابيع في بعض الأحيان، وبعدين من غير أي تحذير أو سبب تقدر تحدده الإشارة بتتعطل. التعليمات بتخرج من المخ وتنزل من خلال الفقرات الملتحمة، وفي مكان ما في الممر التالف ده بتطيع. العضلة في الطرف الثاني بتستنى أمر عمره ما بيوصل كامل. في حالة جون الضرر ده استقر في إيد وذراع واحد. في أيام كان بيصحى يلاقي كل حاجة تمام، وفي أيام تانية كان بيحاول يمسك حاجة بسيطة زي فنجان القهوة وإيده كانت بتخونه. مش بشكل درامي زي تشنج عنيف أو فقدان كامل للوظيفة، بس أقل شوية. القبضة اللي المفروض تبقى 10 كانت بتحسها 6. صوابعه بتتقفل بنص ثانية أبطأ من اللي مخه بيأمرهم بيه. بالنسبة لمعظم الناس ده مجرد إزعاج. بالنسبة لراجل بيعمل تسلق حر من غير حبال 6 بدل 10، وقت ما تحتاج 10 مش إزعاج، ده حكم بالإعدام. أسوأ حاجة بالنسبة لجون إنه عمره ما كان يعرف اليوم هيبقى عامل إزاي غير لما يكون اليوم بدأ فعلا. ما كانش فيه أي إشارة من جسمه الصبح بتقوله إن النهاردة يوم وحش. كان بيحس إنه كويس لحد ما فجأة يحس إنه مش كويس. رغم كده فضل يتسلق لوحده من غير حبال. ده كان هو ببساطة. دي كانت النسخة الوحيدة من نفسه اللي عرفها طول عمره. لو وقف كأنه بيتخلى عن الأكسجين. فعشان يتأقلم مع إصابته عامل شوية تعديلات. بطل يتسلق على حدود قدرته، وبدل كده اختار طرق أسهل بكتير من إمكانياته. طرق أسهل بكتير من أقصى قدراته، لدرجة إنه حتى في يوم سيء، حتى لو إيده كانت بس 6 من 10، التسلق يفضل سهل عليه ويقدر يتعامل معه. كان بيتسلق لوحده من غير حبال، وهو عنده مساحة أمان أكثر من أي وقت فات. للسنين بعد الحادثة الطريقة دي فضلت شغالة لحد ما بقتش تنفع. 5 يوليو 2009 صباح يوم الأحد، ماموث ليكس، كاليفورنيا. جون صحى من النوم، ركب عربيته وساق 5 دقائق لحد جرف صخرية كان زارها مئات المرات. جدار دايك موجود فوق بحيرة جورج على ارتفاع 9000 قدم. كان على بعد خطوات من باب بيته، وجون كان عارف كل شبر فيه. المسار اللي اختاره الصبح ده كان اسمه مستر كاميكازي، وتصنيفه 5.10A، وارتفاعه بس 80 قدم. بالنسبة لجون ده كان زي عداء محترف بيجري جري خفيف لآخر الشارع في عالم التسلق. هو وشريكه استخدموه كإحماء من يومين بس. أكيد ما كانش معاه حبال. الموضوع كان مش ضروري خالص. كان في متسلقين تانيين في موقع التسلق الصبح ده بيركبوا المعدات وبيفحصوا نقاط التثبيت وبيتكلموا مع بعض. ولا واحد فيهم كان بيراقبه. وفجأة كان فيه صوت فرقعة عالي مالي المكان، كأنه صخرة تقيلة وقعت. بعدين سمعوا أنين مكتوم، وبعدين سكت كل حاجة. المتسلقين بصوا ناحية قاعدة الجدار وشافوا سحابة تراب صغيرة طالعة من الأرض. جروا على المكان في أقل من دقيقة ولقوا جون واقع عند قاعدة الجرف. كان مش بيرد. جروا عليه بسرعة. حد اتصل بالإسعاف، وحد تاني جري يجيب شنطة الإسعافات الأولية. المتسلقين اللي حواليه كانوا بيتكلموا معاه وهم مستنيين وبيبصوا عليه يشوفوا لو فيه أي علامة استجابة. ما كانش فيه أي استجابة. فريق الإنقاذ وصل ونقلوه من الوادي على نقالة بعجل. شالوه ونزلوه لحد طرف بحيرة جورج وحطوه في مركب علشان يعدي بيه المية. كان في إسعاف مستني على الناحية التانية. ودوه مستشفى ماموث، بس كان الوقت فات. جون بيكر توفى بعد ظهر اليوم نفسه، كان عنده 52 سنة. الكل حاول يفهم اللي حصل. إزاي أعظم متسلق حر منفرد في التاريخ يقع في مسار إحماء؟ إيه اللي حصل فوق هناك؟ بعد الحادث بأيام، متسلق اسمه إيرماس فارنوش رجع لمسار مستر كاميكازي بطلب من شريكة بكر باولا، وفتش كل مسكة في المسار. راجع الحيطة واحدة وبمنهجية، وبيدور على أي علامة على صخر انكشف حديثاً أو أي مكان ممكن يكون فيه حاجة اتخلعت. أوقات بيحصل إن مسكة بتتكسر في الجرانيت. شريحة من الصخر بتنفصل عن الحيطة، وفجأة المسكة اللي كنت معتمد عليها
مش موجودة خلاص. كان هيشرح كل حاجة، بس هو ما لقاش أي حاجة. باولا طلعت الطريق بنفسها بعد حوالي شهر وأكدت كده كل المسكات كانت سليمة، الحيطة ما خذلتوش. بس لما تقرير التشريح بتاعه أخيراً طلع، حكى القصة اللي الصخر ما قدرش يحكيها. سبب الوفاة كان نزيف دماغي حاد. جون خبط دماغه في صخرة مدببة معينة عند قاعدة الحيطة، والخبطة دي هي اللي أنهت كل حاجة. لكن اللي فعلاً صدم الناس كانت الحاجات التانية اللي لقوها. مع صامي جون بيكر، الاثنين كانوا مكسورين، وكأحليه الاثنين كانوا مكسورين. يعني كده 4 أطراف مكسورة. ده معناه إنه كان واعي وهو بيقع جسمه كان بيقاوم. إيديه كانت ممدودة، إيديه حاولت تمسك أي حاجة وتهدي السقوط وتتعلق بأي حاجة في الحيطة. رجليه استعدت للارتطام. كان بيعمل اللي دايما كان بيعمله على الصخر، كان بيحل المشاكل وبيحاول يلاقي طريق يعدي منه. بمعنى تاني، سقوطه ما كانش مفاجأة كاملة بالنسبة له. في الثواني الأخيرة دي كان عارف إيه اللي حصل غلط. أكتر تفسير موثوق جاي من واحد في منتدى تسلق، بيقول إنه كان يعرف باخار شخصياً وتكلم معاه في الأيام اللي قبل وفاته على طول. الشخص ده كتب: مناقشاتي معه الأسبوع واليوم اللي قبل الحادث عن فقدانه المفاجئ لقوة ذراعه وعدم التنسيق لازم تكون هي سبب المأساة دي. لما تجمع كل ده مع بعض الموضوع بسيط جدا. في مكان ما على الحيطة دي إيده حاولت تمسك في مكان مسكته قبل كده 100 مرة والإشارة ما وصلتش زي ما المفروض. جسمه خانه في أسوأ لحظة ممكنة. يا ترى جون بكار كان بيفكر في إيه في الثواني الأخيرة دي؟ يا ترى الرجل اللي قضى 30 سنة واثق أكتر من أي حد تاني في الدنيا حس في اللحظة دي بالإحساس الفاضي اللي وصفه من سنين، كأنه عمل حاجة ما كانش المفروض يعملها ونجا منها؟ في سنة 1983 قبل ما يموت ب26 سنة، جون باكار عمل مقابلة مطولة في مجلة رولينغ ستون. سألوه عن الموت، قال: يمكن في يوم ألاقي نفسي مش مسيطر زي ما كنت فاكر. يمكن فجأة أموت وأبقى ميت. أفضل أموت بالطريقة دي عن إني أموت على سرير الموت وأنا عندي 80 سنة. جون اتخذ القرار القاتل إنه يثق في جسمه اللي كان حذره قبل كده إنه خلاص بيضعف. 23 أكتوبر 2006، البرج المائل، وادي يوسمايت. متسلق عنده 47 سنة، واقف على ارتفاع 500 قدم فوق الأرض، وشمس العصر دافية على وجهه. إيديه متعورة من يوم شغل شاق. تحت منه الوادي ممتد. قدامه في ضوء الخريف، هنا فوق مفيش غيره هو والصخرة. الجزء الصعب خلص. هو اشتغل على الطريق ده أيام وعدى الأجزاء الصعبة، ودلوقتي كل اللي عليه ينزل بالحبال المثبتة ويخلص اليوم. بسيط، روتين عادي، الحاجة اللي عملها 10,000 مرة في حياته. إلا إن اللي هيحصل في الثانيتين اللي جايين هيصدم المتسلقين في العالم كله. في خلال أيام الشركات المصنعة هتبدأ تعيد تصميم معدتها، وبعد 18 سنة اسمه لسه هيتدرس في كل كورس تسلق كنقطة التحول اللي غيرت كل حاجة. دي القصة اللي صعب تصدقها عن تود سكينر. تود سكينر غير عالم تسلق الصخور. الناس كانوا بيسموه مايكل جوردن الرياضة دي، وبصراحة لما تبص على اللي هو حققه فعلا المقارنة دي مش مبالغة. تود اتولد يوم 27 أكتوبر سنة 1958 في بايندل، وايمينغ. أبوه كان بيدير مدرسة لتعليم مهارات العيش في البرية، وتود اتربى وهو بيتسلق الصخور الصغيرة جنب بحيرة بارنت. وهو عنده 11 سنة وصل لقمة جانت بيك، أعلى نقطة في وايومينغ، على ارتفاع 13,804 قدم، وكان واحد من أصغر المتسلقين اللي وقفوا على القمة دي. بس اللي عمله بعد الكلية هو اللي غير كل حاجة. وهو عنده 30 سنة تود قرر يجرب حاجة الناس كانوا فاكرينها مستحيلة. بص، في الثمانينات التسلق الحر كان بينتشر بشكل كبير. المتسلقين في كل أنحاء العالم كانوا بيحاولوا يتحدوا نفسهم أكتر وأكتر على الصخور، وبيثبتوا إنه البشر يقدروا يعملوا حاجات كانت باين إنها مستحيلة من 10 سنين بس. ومفيش مكان كانت فيه الثورة دي مشتعلة أكتر من وادي يوسيميتي في كاليفورنيا. التسلق الحر معناه إنك تستخدم إيديك ورجليك بس على الصخرة. الحبل موجود،
بس علشان يمسكك لو وقعت. ما ينفعش تشد على المعدات أو تستخدم أي أدوات تساعدك تطلع، مجرد تسلق نقي. وفي الثمانينات ده كان اللي بيحدد مين هو المتسلق الحقيقي، وده خلق مشكلة في يوسيميتي. علشان تفهم ليه لازم تعرف عن الكابيتان. ده جدار رأسي من الجرانيت ارتفاعه 3000 قدم، طالع من وادي يوسيميتي في كاليفورنيا، وواحد من أشهر الوجوه الصخرية في العالم. المتسلقين بيجوا من كل بلاد العالم بس علشان يقفوا عند قاعدته ويبصوا لفوق. لحد سنة 1988 كان تم تسلق الكابيتان مئات المرات، لكن كل محاولة تسلق استخدمت أدوات مساعدة، وتسلقوا وهم بيشدوا في المعدات اللي ثبتوها في الصخرة. يعني بيعتمدوا على المعدات علشان يطلعوا فوق، مش بس إيديهم ورجليهم على الصخرة. فبقى السؤال، هل ممكن تتسلق الكابيتان تسلق حر؟ أغلب الناس قالوا لا. الجدار كان كبير جدا وصعب جدا، وصعوبته مستمرة على طول. أصعب الأجزاء كانت بتتصنف 5.13، وده معناه بصراحة صعب جدا لدرجة شبه مستحيلة. وكمان لازم تحافظ على نفس مستوى الصعوبة ده على آلاف الأقدام. كتير من المتسلقين اتفقوا إنه كان مستحيل، لكن تود كان عنده رأي تاني، حاجة معناها إنه هيعيد كتابة اللي المتسلقين كانوا فاكرينه ممكن أصلاً. في سنة 1988 تود وشريكة التسلق بتاعته باولا بياناً بدأوا يشتغلوا على تسلق سولوفول، تسلق حر، وده كان واحد من أشهر المسارات في الكابيتان. قضوا 3 سنين بيستعدوا، 3 سنين طالعين ونازلين نفس الأجزاء، وبيتمرنوا على الحركات مرارا وتكرارا، وبيحفظوا فين يحطوا إيديهم ورجليهم. قضوا حوالي 40 يوم على الجدار ده، بيتسلقوا أصعب الأجزاء أكثر من مرة لحد ما حفظوا كل حركة. وبعدين عملوا محاولة أخيرة لمدة 9 أيام عشان يخلصوه من فوق لتحت. يعني 9 أيام عايشين على الجدار، نايمين في خيام معلقة على ارتفاع آلاف الأقدام في الهواء، وبيعملوا أصعب تسلق على الصخور باستخدام إيديهم ورجليهم بس قدروا ينجحوا. في اليوم التاسع وصلوا للقمة. دي كانت أول مرة حد يتسلق جدار كبير على الكابيتان، تسلق حر، وأول مرة حد يطلع 3000 قدم من الجرانيت باستخدام جسمه والصخرة بس. التسلق ده لوحده غير يوسمايت للأبد. أثبت إن التسلق الحر مش بس للمسارات القصيرة، ممكن تعمله على أكبر الجدران في العالم. بس تود ما وقفش عند كده. في سنة 1995 سافر باكستان وتسلق الوجهة الشرقية لبرج ترانغو. ده كان أول تسلق حر من الدرجة 7 في العالم، ودي كانت أعلى درجة صعوبة موجودة وقتها. المسار كان ارتفاعه أكثر من 20,000 قدم، وتود وفريقه قضوا 60 يوم على الجبل ده. أيوة، 60 يوم عايشين على جنب الجبل. وكل ده حصل في أكثر موسم مميت في تاريخ الكاراكوروم، وكان في انهيارات جليدية بتقتل المتسلقين على القمم اللي جنبهم، وعواصف بتحبس البعثات في خيامهم لأيام طويلة. شريكه في التسلق على ترانغو بوبي موديل افتكر لحظة لما كانوا محبوسين في خيمتهم لمدة 9 أيام متواصلة أثناء عاصفة ضخمة. الجدار اللي فوقهم كان متغطي بالجليد، أغلب البعثات التانية كانوا خلاص استسلموا ومشوا. وتوت كتب حاجة على جدار الخيمة بتاعتهم بتوضح هو كان مين. لازم تفضل تضرب في الظلمة لحد ما تنزف نور النهار. وفي 7 سبتمبر 1995 بعد 60 يوم على الجدار وصلوا للقمة، وحققوا أول صعود حر من الدرجة 7 في العالم. دي كانت أعلى درجة صعوبة موجودة وقتها على جدار ارتفاعه 20,000 قدم، وفي أخطر موسم شافته سلسلة جبال كاراكورام. على مدار مسيرته تود عامل أكثر من 300 صعودة أولى في 26 دولة. الراجل ده كان عايش وبيتنفس التسلق على أعلى مستوى. ده معناه إنه كان فاهم المخاطر أكثر من أي حد تقريبا في العالم. لكن كل الخبرة دي وكل المعرفة دي كانت هتخونه بأبشع طريقة ممكنة. 23 أكتوبر 2006 يوم الاثنين بعد الظهر، الشمس دافية فوق وادي يوسيميتي. تود واقف على البرج المائل على ارتفاع 500 قدم في الهواء وبيبتسم، إيديه متبهدلة من كتر ما كان بيحشرها في الشقوق، صوابعه ملفوفة بشريط لاصق. هو مرهق جدا، بس وهو واقف فوق على الحيطة دي هو كمان حاسس بالرضا. الجزء الصعب خلص،
هو اشتغل على الطريق ده أيام، ودلوقتي أخيراً وصل للقمة. هو بس محتاج ينزل بالحبل ويخلص اليوم. بيثبت نفسه في الحبل الثابت عشان ينزل. الكرابين اللي بتقفل بتعمل صوت كليك وهي بتتقفل. كل حاجة متظبطة صح، بالظبط زي ما عملها 10,000 مرة قبل كده. تود مش عارف إنه لابس قنبلة موقوتة وفي خلال دقيقتين حتنفجر. عشان تفهم ليه لازم أرجع بيك كام يوم ورا وأشرح لك إيه اللي كان بيحصل لجهاز واحد كان تود بيستخدمه كل يوم. إحنا في 19 أكتوبر 2006. تود وشريكه في التسلق جيم هيويت واقفين عند قاعدة البرج المائل في يوسمايتي بيرتبوا معداتهم وبيستعدوا ليوم جديد من التسلق. جيم عنده 34 سنة ومن كاليفورنيا. بقالهم كذا يوم شغالين على مسار اسمه جيزوز بيلت ماي هوت رود. المسار ده موجود على الجدار الغربي البارز للخارج في البرج المائل، وتودي بيحاول يعمل أول صعود حر ليه. وبالنسبة لحد زي تود ده مش إيفرست، دي مش رحلة استكشافية مرة في العمر، دي أكتر زي تدريب أو تمرين من نوع المشاريع اللي بتشتغل عليها بين الطلعات الكبيرة. بتقضي أيام بتطلع وتنزل نفس الجزء، وبتحاول تكتشف أصعب الحركات، وبتسحب معداتك وبتنام على الجبل في خيمة معلقة. أكيد الشغل ده صعب وفني، بس برضه ده من نوع الحاجات اللي تود عملها مئات المرات في مسيرته. وأول ما كانوا بيشيكوا على معداتهم الصبح ده، جيم لاحظ حاجة. حلقة الأمان بتاعت تود كانت مهترية، مش بس شوية، دي كانت بايظة جدا. جيم قدر يشوف القماش بيتفك زي الخيوط اللي بتتفك من القماش. هو قدر بعدين إنه نسبة التآكل فيها حوالي 15 ل 20%. دلوقتي تخيل نفسك مكان جيم، أنت المتسلق الأصغر، أنت مع أسطورة، واحد خبرته في أمان التسلق أكتر بكتير من اللي أغلب الناس هتعرفه طول عمرها، وانت على وشك تقوله إنه معداته خطيرة. بس جيم وده يحسب له اتكلم وقال رأيه. أنا أكدت له جدا إنه ده مش كويس. جيم قال كده بعدين. تود بص على الحلقة، هو عارف إنها مالوكة. ما فيش حد بيقضي كل الأيام دي بيتسلق بالحبال من غير ما يلاحظ إنه العدة بتاعته بتتبادل. وهو ما تجاهلش جيم، هو بس قال له عندك حق، أنا طلبت حزام جديد وجاي في الطريق. اعتراف بسيط، الحزام الجديد اتطلب بالفعل. كام يوم كمان من التسلق وبعدها هيبدلوا. كمان اتكلموا عن إنهم يدعموا الحلقة بشريط إضافي عشان يبقوا في الأمان. بس وهما بيتكلموا عن الموضوع ولا واحد فيهم اعتبروا حاجة مستعجلة فعلا، عشان في حاجة لازم تعرفها عن الأحزمة. حزام التسلق ليه كذا جزء، فيه حزام وسط بيلف حوالين وسطك، وحلقات رجلين بيلفوا حوالين فخادك، واللي بيربط الجزئين دول من قدام هو حلقة من الشريط اسمها حلقة التأمين. الحلقة دي هي أقوى جزء في الحزام بتاعك. لما بتكون جديدة بتقدر تتحمل قوة أكتر من 6000 رطل، وده أكتر بكتير من وزنك، وأكتر بكتير من القوة اللي ممكن تيجي حتى من وقعة جامدة. هي معمولة عشان تكون قوية جدا، فحتى لو تآكلت بنسبة 15 أو 20% المفروض لسه تتحمل، المفروض لسه تشيل وزني أكتر بكتير من وزن أي شخص. وتود كان بيستخدم الهارنس ده بقاله أيام، بيطلع وينزل بيه وبينزل بالحبل بيه، وكل ده من غير أي مشاكل. فبياخدوا قرار خطير، بس في نفس الوقت حاسينه منطقي جدا. هيكملوا التسلق، الهارنس الجديد هيوصل قريب، كام يوم كمان مش هيضر. احنا ما تكلمناش عن الموضوع تاني، جيم قال كده بعدين، بس اللي كان بيحصل فعلا في حلقة الأمان بتاع تود ولا واحد فيهم كان فاهمه كويس. عشان يطلع تاني على الحبال كل يوم، تود كان بيستخدم أجهزة ميكانيكية اسمها أجهزة الصعود. الأجهزة دي بتتثبت على الحبل وبتتحرك لفوق بس مش لتحت، وده بيخليك تقدر تطلع على الحبل من غير ما تضطر تشد نفسك بإيدك واحدة فوق التانية. وتود كان رابط جهاز الصعود بتوعه في الهارنس بتاعه عن طريق إنه لف شريط ويبنج مباشرة في حلقة التأمين. الحركة دي اسمها جيرث هيتش، بتاخد قطعة من الويبنج وبتلفها في نفسها وبتقفل جامد، ولما تربط حاجة في حلقة التأمين بالطريقة دي الحلقة مش هتلف تاني، هتفضل ثابتة في مكانها، وده اللي كان بيحصل. تود بيتسلق آلاف الأقدام من الحبال على مدار أيام كتير. أجهزة الصعود متعلقة في حلقة التأمين بتاعته، وكل مرة بيتحرك فيها لفوق الحاجات اللي مربوطة بتحتك بنفس المكان بالضبط في الحلقة، مرة ورا التانية، زي حبل بيقطع في حبل تاني آلاف المرات، يوم ورا يوم. والأسوأ من كده
المكان اللي كان بيحصل فيه التآكل ده غالباً كان مستخبي تحت حلقات الرجلين بتاعته، الجزء من الحزام اللي مش سهل تشوفه وانت لابسه. لازم تشيل الحزام كله وتفحصه كويس عشان تلاحظ قد إيه الوضع كان بيزداد سوء. ومع أيام الشغل في التسلق، الاحتكاك المستمر كان بيقطع في الحزام خيط ورا خيط، فتلة ورا فتلة. على مدار ال4 أيام اللي بعد كده، تود وجيم فضلوا يشتغلوا على المسار. 20 أكتوبر، 21 أكتوبر، 22 أكتوبر، تسلق، نزول، وسحب المعدات. ومع كل خطوة كان تود بيتسلقها كان في خيوط بتتقطع من غير ما يشوفها. وده بيرجعنا ليوم 23 أكتوبر 2006. تود خلص. جيم كان في مكان فوقه على المسار، هم كانوا بيخلصوا اليوم. بكرة حيرجعوا ويكملوا طريقهم عشان يوصلوا لأول صعود حر. تود بيجهز نفسه للنزول بالحبل، كله بقى تلقائي بالنسبة له في المرحلة دي. يركب الجهاز على الحبل، يدخل الحبل فيه، يقفل الكرابينة، كليك، كل حاجة بالضبط زي ما عملها قبل كده 10,000 مرة. تود بيرجع بظهره، وزنه بينتقل من رجليه للهارنس، وفجأة الحلقة بتتكسر. في ثانية واحدة كان بأمان على الحبل، وفي الثانية اللي بعدها بيقع في الهواء المفتوح لمسافة 500 قدم. أنا بس أقدر أتخيل إيه اللي عدى في دماغ تود في نص الثانية دي. الإحساس المفاجئ إن في حاجة غلط جدا، وفهمه في جزء من الثانية، وبعدها مفيش حاجة يقدر يعملها. تود وقع من ارتفاع 500 قدم على الصخور في قاعدة البرج المائل. الصدمة كانت فورية وقاتلة. لما فريق الإنقاذ وصل بعد الظهر، لقوا جثة تود مرمية وسط الصخور، وأدلة اللي حصل كانت لسه موجودة في المكان. جهاز النزول بتاعه كان لسه متثبت صح في الحبل، الكرابينة ذات القفل كانت لسه مقفولة، الحبل كان سليم، نقطة التثبيت فوق كانت قوية. كل جزء في النظام اشتغل بشكل مثالي، كل حاجة ما عدا حلقة التأمين. ثاني يوم، الحراس لقوا اللي فاضل منها في النباتات عند قاعدة الجدار، ولما فحصوها كويس قدروا يشوفوا بالضبط إيه اللي قتل واحد من أعظم المتسلقين اللي عاشوا في يوم من الأيام. الشريط كان محتري جدا في المكان اللي اتقطع فيه، الخيوط اتقطعت من الاحتكاك اللي استمر أسابيع. النوع ده من التلف بيحصل ببطء ومن غير ما يتشاف لحد اللحظة اللي ما يقدرش يتحمل فيها أكتر. النوع ده من التلف اللي بيزيد سوء مع 4 أيام من التسلق، بعد ما حد يلاحظه ويقول ده مش كويس. بصراحة أول ما عرفت قصة تود، أول حاجة خطرت في بالي إنها حالة تانية كلاسيكية من الثقة الزايدة. أسطورة كان فاكر نفسه فوق الأساسيات، واحد بقى شاطر قوي في التسلق لدرجة إنه بطل يلتزم بقواعد الأمان بتاعته. بس كل ما دققت أكتر في اللي حصل فعلا، اكتشفت إن الموضوع مش كده خالص. ده ما كانش غرور، ده ما كانش تود بيفكر إنه عنده خبرة كفاية عشان الموضوع ده ما يهموش. في الحقيقة الموضوع تقريبا العكس. لما جيم نبه تود عن الحلقة المهترية يوم 19 أكتوبر، تود ما تجاهلوش، ما تضايقش، ما قالش أنا عارف أنا بعمل إيه أو ما تقلقش. قال له عندك حق، أنا طلبت حزام جديد وجاي في الطريق. اعترف بالمشكلة، كان فعلا طلب البديل، كان عارف إنها محتاجة تتصلح، حتى إنهم يتكلموا عن تدعيمها بشريط إضافي. التصرفات دي مش تصرفات واحد فاكر نفسه ما يتأذيش، اللي حصل فعلا كان حاجة أدق بكتير، وبصراحة أكتر إنسانية. بوسوا على الحلقة المهترية دي وحاسبوها، الحزام كان ماسك كويس بقاله أيام، الجديد هيوصل قريب. كلها كم طلعة كمان. الحلقة كانت قوية كفاية، وهي جديدة إنها تشيل 6000 باوند، حتى لو تبهدلت بنسبة 15 أو 20%، المفروض برضو تشيل وزن أكتر بكتير من وزن تود. الحسابات كانت ماشية والمنطق كان سليم، وأهم حاجة كان الموضوع بالنسبة لهم تحت السيطرة، مش مخاطرة، مش خطر، بس تأخير بسيط في تغيير حاجة هتتغير قريب جدا على أي حال. ودي بقى حكاية الخبرة. الخبرة مش بتخليك متهور، هي بتخليك واثق في قدرتك على إدارة المخاطر. انت عملت ده 10,000 مرة، انت عارف معداتك وعارف حدودك، انت عارف ايه اللي فعلا خطر وايه اللي بس شكله خطر بالنسبة للناس اللي خبرتهم أقل. بس أوقات الثقة دي في حكمك هي بالضبط اللي بتعميك عن اللحظة اللي فيها هامش الخطأ اختفى من غير ما تحس. خبر وفاة تود هز عالم التسلق جامد. كين ييجر
رئيس جمعية متسلقي يوسيمايت، وصف اللي كان بيحصل في كل مكان. الناس بدأت تفكر في الأحزمة القديمة بتاعتهم. دلوقتي أنا عارف إني حروح أشتري واحد جديد. بول بيانا، شريك تود في التسلق لمدة 30 سنة، كتب: أعز أصدقائي، أخوي اللي اخترته. وده بيخلي فقدان تود أكتر مأساوية، لأن الحادث ده كان ممكن يتمنع. في 28 أكتوبر، اللي كان حيبقى عيد ميلاد تود 48، أكثر من 500 من أصدقائه وأسرته تجمعوا في مركز سينيكس كانيون قريب من لاندر وايمينغ في الهواء الطلق تحت ضوء القمر. عرض شرائح، نار كبيرة وشموع مولعة على 2 تورتة عيد ميلاد ضخمة. الكل غنى عيد ميلاد سعيد لراجل ما كانش موجود. لكن حاجة ملموسة خرجت من وفاة تود. شركة بلاك دايموند للمعدات، واحدة من أكبر شركات تصنيع معدات التسلق في العالم، عملت برنامج اختبار مخصوص بسبب اللي حصل. اختبروا حلقات الأمان التالفة بشكل منهجي. حتى لما كان نص الشريط مقطوع، الحلقات كانت لسه بتتحمل قوة أكثر من 3800 رطل. ولما اتقطع 75% من الشريط، كانت الحلقات برضه بتتحمل تقريباً 3000 رطل. حتى لما اتقطع 90% من الشريط، الحلقة استحملت 777 رطل. وده معناه إن علشان حلقة تود تفشل تحت وزن جسمه بس، لازم تكون كانت متآكلة بشكل كارثي أكثر بكتير من اللي أظهرته اختباراتهم. من الشغل ده طلع أهم قاعدة أمان في التسلق دلوقتي. لو عندك شك، بطل تستخدمها. دي كانت إرث تود اللي اتكتبت في المعدات نفسها. الصناعة كمان حددت جداول زمنية واضحة لاستبدال المعدات. قبل وفاة تود، المتسلقين كانوا بيغيروا المعدات لما شكلها يبقى داين عليه التآكل. بعد وفاة تود، القواعد بقت واضحة: 7 سنين كحد أقصى للمتسلقين الهواة، وسنة واحدة للمحترفين اللي بيستخدموا المعدات بكثرة، و10 سنين كحد أقصى نهائي مهما كنت استخدمتها قليل. بلاك دايموند أصدر تحذير محدد عن السبب اللي أدى لوفاة تود. حذروا من تثبيت أي حاجة بشكل دائم على حلقة الأمان بتاعتك، لأنها بتمنع الدوران وبتسبب تآكل مركز في مكان معين وانت مش هتقدر تشوفه. في أسوأ الحالات، كتبوا إنه ده ممكن يؤدي لحادثة مشابهة للي حصلت بشكل مأساوي مع تود سكينر. اسمه دلوقتي مرتبط دايما بالتحذير ده، ولسه بيتدرس في كورسات التسلق، ولسه بيتذكر في مراجعات المعدات، ولسه بينقذ أرواح. بعد 18 سنة، وفاة تود سكينر غيرت التسلق الحر للأبد، لأنها قضت على أسطورة خطيرة. الأسطورة اللي بتقول إن الخبرة معناها مناعة، وإن الأساطير مش بيموتوا بسبب عطل بسيط في المعدات. الأسطورة اللي بتقول إن طلعة كمان بمعدات مهترية مش هتفرق طالما أنت فاهم أنت بتعمل إيه. مايكل جوردن في التسلق الصخري مات وهو بيعمل حاجة عملها 10,000 مرة قبل كده، مش لأنه ما كانش عارف الصح، لكن لأنه المعرفة لوحدها مش دايما كفاية. لما تكون تعبان أو مركز في التسلق، ولما تكون عدت منها قبل كده من غير مشاكل. 27 نوفمبر 2019، البوتيريو تشيكو، المكسيك. براد جو برايت واقف فوق قمة الوادي اللي ارتفاعه 1500 قدم، والشمس بتغرب بسرعة. إيديه متجرحة من يوم كامل من التسلق الصعب. هو بقاله ساعات بيتسلق الواجهة الصخرية دي، مرهق، والمية قربت تخلص منه. الغروب فاضل عليه أقل من ساعة. الجزء الصعب خلص، هو بس محتاج ينزل. هو عمل النزول ده مئات المرات قبل كده. هو عارف كل خطوة أمان، ما بيترددش. ده اللي حصل في الدقايق الأخيرة من حياة براد جو برايت. براد جو برايت ما كانش عايش زي أغلب الناس. أول حاجة، حياته كانت كلها تنقل بشكل غير عادي، ومش قصدي مجازاً. بيته كان حرفياً عربية هوندا سيفيك. كل حاجة كان بيملكها كانت بتدخل في العربية دي: كيس النوم، موكد التخييم، كيس الطباشير، وجزمة التسلق. كان بيسوق من جرف صخري للتاني في غرب أمريكا، وعايش تقريباً طول الوقت في الهواء الطلق، وبيتسلق تقريباً كل يوم. ليه كان عايش بالطريقة دي؟ لأن بالنسبة لبراد، التسلق كان الحاجة الوحيدة اللي كان عايز يعملها كل يوم. براد اتولد في 16 يونيو 1988 في قلب الضواحي المنتشرة في كاليفورنيا، وده معناه إنه نشأ في بيئة بعيدة تماماً عن التسلق الصخري. أهله كانوا بيحبوا المشي في الجبال، مش متسلقين، لكن التسلق كان بيجذبه هو. لما كان عنده 5 سنين وتسجل في فريق كرة، كان بيتسلق قوائم المرمى بدل ما يجري ورا الكرة.
ولما بقى عنده 8 سنين وصل قمة جبل ويتني مع أبوه. أمه بعدين قالت إنه رجع من الجبل ده شخص مختلف. من وقتها ما بقاش الموضوع المدرسة زي ما هي قالت، بقى الموضوع كله عن إنه يكون على صخرة، عن التسلق لفوق واختبار نفسه قدام حاجة مش فارق معاها أعذاره. والنتائج القرار ده كانت استثنائية. على مدار مسيرته براد حقق حاجات معظم المتسلقين ما يقدروش حتى يتخيلوها. هو خلص أكثر من 100 صعود للكابيتان، أحد أشهر الجدران الصخرية في العالم. معظم المتسلقين اللي بيحاولوا يتسلقوه بياخدوا من 3 ل5 أيام، وبيناموا في خيام معلقة على ارتفاع آلاف الأقدام، وبيشيلوا معدات وبيستخدموا أدوات تساعدهم يطلعوا أصعب الأجزاء. براد ما كانش بيتسلق بالطريقة دي، فلسفته كانت بسيطة: استخدم إيديك ورجليك بس على الصخرة، الحبل موجود بس عشان يمسكك لو وقعت، مش عشان تساعد نفسك تطلع لفوق. ده اسمه التسلق الحر. وهو عمل كده أكتر من مرة في مسارات صعبة جدا، لدرجة إن مجتمع المتسلقين بيصنفها 5.13، وده مستوى حتى المتسلقين المحترفين بيعانوا فيه وبيفشلوا. بس في بعض التسلقات براد خد الموضوع أبعد من كده. هو كمان كان بيتسلق لوحده من غير حبل، يعني بيتسلق من غير حبل خالص. مفيش نظام أمان ولا أي احتياط. غلطة واحدة بس، رجل تزحلب أو إيد ما تثبتش، معناها الوقوع والموت. وهو عمل كده في مسارات لو وقع فيها هيموت في الحال. أصعب تسلق منفرد من غير حبل عمله كان مسار اسمه هاري ستايلز أند أتيتيودز في وادي إلدورادو في كولورادو. قبل ما يقرر يتسلقه من غير حبل كان بيتدرب على المسار ده على الأقل 50 مرة على مدار أكثر من سنة. 50 مرة وهو مربوط بحبل. كان بيتدرب على كل حركة وبيحفظ مكان كل يد وكل رجل لحد ما التسلسل كله يبقى محفور في ذاكرة عضلاته. قبل التسلق الفعلي بأسبوعين طلع لحد القاعدة ورجع تاني. الخوف ما كانش بيروح، فقرر ينزل. ولما أخيراً عملها، سيدار رايت اللي صور التسلق قال إنها أكتر حاجة مرعبة صورها في حياته. براد نفسه اعترف بعدين: يمكن في المرة دي ضغطت على نفسي زيادة. هل ده كان خطر؟ أكيد. في 2008 شركاء التسلق بتوعه صوتوا إنه يخرج من فريق الكابيتان عشان تسلقه بقى مندفع وخطير لدرجة إن الناس ما كانوش حاسين بالأمان حواليه. حتى أليكس هونولد اللي كان كمان مشهور بجرأته في التسلق قال الكلام ده عن براد في مقابلة سنة 2015. هو متسلق شاطر جدا بس مش أحسن متسلق. أظن السنة أو السنتين الجايين هيكونوا فترة حاسمة بالنسبة له. هو فعلا عنده إمكانيات كبيرة جدا، بس أنا قلقان عليه شوية، والقلق ده ما كانش من فراغ. بس اللي حصل بعد سنتين أثبت إنه براد كان أكتر بكتير من مجرد إمكانيات. في أكتوبر 2017 براد وشريكه جيم رينولدز انطلقوا علشان يكسروا الرقم القياسي للسرعة في مسار النوز على إل كابيتان في وادي يوسمايت. التسلق ده عادة بياخد من أكتر المتسلقين خبرة من 3 ل5 أيام. أليكس هونولد كان حامل الرقم القياسي الحالي وهو 2 و23 دقيقة و46 ثانية. براد وجيم كانوا بيحاولوا يكسروا الرقم القياسي ده لأكثر من سنة. دي كانت المحاولة رقم 11 لهم في الخريف ده بس. 11 مرة طلعوا ونزلوا على الحيطة دي بيحسنوا تقنيتهم وبيحفظوا كل حركة وبيحسبوا فين ممكن يوفروا ثواني. وفي يوم 21 أكتوبر أخيراً قدروا يحققوها. 2 و19 دقيقة و44 ثانية. 4 دقائق أسرع من أليكس هونولد. في الدفعة الأخيرة للقمة، آخر 20 قدم من التسلق، ولا واحد فيهم كان مربوط في أي حاجة، هم بس كملوا للآخر. براد قال بعدين إنه ده كان أخطر حاجة عملها في حياته، بس هو حقق الرقم القياسي العالمي. براد قال مرة إن أكثر حاجة كان بيحبها في التسلق هي بساطته، هو والصخرة بس، من غير حبال، من غير معدات، من غير تعقيد. نقاء، التحدي ده والتركيز التام اللي كان بيتطلبه هو اللي كان بيخليه يرجع له دايماً. دلوقتي لازم تعرف إن براد ما كانش متهور من غير لازمة، كان دقيق وعنده خبرة وصريح مع نفسه بالمخاطر والتنازلات اللي كان بيقبلها. هو كان مؤمن إن مهارته كفاية إنها تشتغل جوه هوامش الأمان الضيقة دي، ولسنين كان عنده حق. بحلول سنة 2019 كان براد جوبرايت عنده 31 سنة وكان في قمة قدراته فعلاً.
كان مسجل أرقام قياسية في السرعة على 4 تشكيلات مختلفة، وكان له صعودات أولى، وكان عنده تسلق حر منفرد بيخلي متسلقين تانيين يتوتروا لمجرد سماعهم عنها. المجتمع ما كانش بس بيحترمه، كانوا بيراقبوه ويدرسوه ويحاولوا يتحركوا زيه. في نوفمبر ده براد سافر إلى البوتيريو تشيكو في المكسيك مع مجموعة من 15 متسلق مبتدئ ومتوسط من جنوب كاليفورنيا. كان بيعمل شغل إرشاد غير رسمي مع صديقته المقربة جوليان باكستر. يوم الثلاثاء 26 نوفمبر براد وجولي تسلقوا مسار كلاسيكي اسمه سبيس بويز مع بعض. جولي قالت بعدين إن براد كان دقيقاً جداً في اليوم ده. قالت: هو عمل كل حاجة حسب الأصول وأنا معه، وإحنا بنتسلق كان بيحاول بكل جهده يعلمني تقنيات التسلق الآمن في المسارات المتعددة، وكان بيبذل مجهود زيادة عشان يخليني في أمان. في مساء يوم الثلاث ده براد نشر طلب على إنستغرام. جولي كانت ناوية ترتاح اليوم اللي بعده، لكن براد كان عايز يتسلق حاجة أصعب، حاجة فيها تحدي أكتر من اللي كان بيعمله مع المجموعة. كان بيدور على حد يتسلق معاه مسار السينديرو لومينوسو يوم الأربعاء. متسلق اسمه آيدن جاكوبسن شاف البوست وكلمه. ففي يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 كان براد عند قاعدة إل تورو في البوتيريو تشيكو المكسيك، بيستعد يتسلق مع آيدن المتسلق اللي عنده 26 سنة من فينيكس واللي لسه متعرف عليه. وآيدن كان كفء، بس خبرته ما تقارنش بخبرة براد. المسار اللي كانوا بيحاولوا يتسلقوه في اليوم ده كان السينديرو لومينوسو أو الطريق المضيء. كان ارتفاعه 1500 قدم من التسلق المتواصل على الحجر الجيري، مكون من 15 مرحلة، وأصعب نقطة فيه بتتصنف 5.12 دي. يعني اليوم ما كانش عادي حتى بالنسبة لحد زي براد. وعشان تفهم اللي حصل بعد كده لازم تعرف شوية حاجات عن تسلق الصخور. وإنت بتتسلق جدار كبير بتكون مربوط بحبل، شريكك بيكون تحت ماسك الطرف الثاني من الحبل وبيسيب لك منه كل ما تطلع لفوق. لو رجلك زلت ووقعت الحبل بيمسكك. بتتسلق لأعلى نقطة الحبل يسمح لك بيها، وده غالباً بيكون حوالي 200 قدم. بعدين بتوقف عند مجموعة حلقات معدنية متثبتة في الصخرة اسمها المرسى. بتشبك نفسك في الحلقات دي وشريكك بيتسلق لحد ما يوصلك. بعدين بتكرروا العملية دي مرة ورا مرة لحد ما توصلوا للقمة. بالنسبة لبراد ده كان معناه إنه يحشر إيديه في الشقوق ويشيل وزن جسمه على مسكات صغيرة جدا في الحجر الجيري لحد ما ذراعيه يولعوا من التعب. وفاكر هو كان بيتسلق في حر الظهر لساعات من غير ما يأكل وجبة كويسة من بعد الفطار، وكان لازم يعمل كل ده بتركيز وانتباه عشان أي غلطة معناها الوقوع. وحتى لو كان بيتسلق بحبل أمان الوقوع برضو بيوجع. وده كان يوم براد وآيدن. طلعوا مرحلة ورا مرحلة ورا مرحلة وساعة ورا ساعة من التسلق المستمر على مستوى صعوبة كان حيوقف أغلب المتسلقين المحترفين مكانهم. وبراد قدر يتسلق كل مقطع بنجاح من أول محاولة، ما فيش ولا سقطة. لمسار بالطول والصعوبة دي ده كان إنجاز غير عادي. وقبل المغرب كانوا واقفين على القمة. الجزء الصعب كان خلص. الواد كان ممتد تحتهم في آخر الليل. قدروا يوصلوا للقمة. أتخيل إنهم وقفوا هناك شوية، أخذوا نفسهم، يمكن شربوا شوية مية وبصوا على المنظر من فوق. اللحظة دي لما جسمك يكون مرهق بس عقلك بيحتفل بعد ما تخلص مهمة صعبة، دي من أحسن الأحاسيس في الدنيا. الأدرينالين لسه موجود بس الخوف اختفى. انت عملتها، الشغل الصعب بقى وراك. ده كان بالنسبة لبراد. دلوقتي كل اللي محتاجينه ينزلوا بس. وده زي المتسلقين عادة بينزلوا من حيطه زي دي. بتاخد الحبل بتاعك وتعديه من خلال نفس الحلقات المعدنية اللي استخدمتها وانت طالع. دلوقتي بدل ما بتتسلق انت بتنزل على الحبل باستخدام جهاز مربوط في الحزام بتاعك بيتحكم في سرعتك. بتنزل للمجموعة اللي بعدها من الحلقات اللي تحت، ولما توصل هناك بتشد الحبل من فوق فبيعدي من الحلقات وبيقع عندك. وبعدين بتعدي الحبل من خلال المجموعة اللي بعدها من الحلقات وتعيد نفس الخطوات من الأول. الطريقة دي بتتعمل لشخص واحد في كل مرة. هي الطريقة دي أأمن حاجة بس بطيئة.
في المتوسط المتسلق بياخد من 2 ل4 ساعات عشان ينزل بالطريقة دي بالكامل. وده كان المشكلة. غروب الشمس كان الساعة 5:45 مساء، والنزول في الضلمة وإنت أصلاً مرهق ومش شايف الطريق كويس. في مسار معقد زي ده بيكون خطر جداً. براد اقترح حاجة مختلفة، حاجة أسرع. بدل ما كل واحد ينزل لوحده، إيه رأيك لو الاتنين نزلوا في نفس الوقت؟ انت بتمرر الحبل من خلال حلقات تثبيت زي العادي، بس بدل ما تسحبه وتنزله وتعيد تمريره في كل محطة بتسيبه فوق. واحد يمسك في ناحية من الحبل والتاني يمسك في الناحية التانية، وبتنزلها مع بعض في نفس الوقت. وزنكم بيوزن بعض، وده بيخلي الحبل ثابت في مكانه عند التثبيت اللي فوق. الطريقة دي اسمها السيميوال رابيلينج. دي مش حاجة هتتعلمها في كورس للمبتدئين، بس منتشرة بين متسلقي السرعة المحترفين. براد عمل الحركة دي عشرات المرات قبل كده. بالنسبة له كانت غالباً حاجة روتينية في المرحلة دي. بالنسبة لأيضاً إنه يتسلق مع واحد في مستوى براد. فكرة إنه يشكك في الطريقة أصلاً ما جاتش في باله. فجهزوا كل حاجة وبدأوا ينزلوا مع بعض بالحبل من فوق. لكن لما وصلوا للنقطة التاسعة واجهوا مشكلة. كان فيه 2 متسلقين أصلاً عند نقطة التثبيت. الحلقات المعدنية اللي براد وأيضاً كانوا محتاجين يجهزوا فيها الحبل للنزلة الجاية كانت مشغولة. ما كانش فيه مكان للأربعة كلهم، فبراد وأيضاً كان لازم يلاقوا مكان تاني يقدروا يروحوا له. تحتهم كان فيه نتوء صخري كبير عند قمة الجزء الخامس من المسار. ده كان حيبقى مثالي، كان مكان كبير ومريح ينزلوا عليه. لكن لما بصوا على طول الحبل اللي معاهم اكتشفوا إنه مش كفاية يوصلهم للرف ده مرة واحدة، فقرروا ينزلوا على المرحلة السادسة بدل كده. وده كان على بعد 50 قدم بس فوق الرف الكبير. كان محتاج نزول بسيط بالحبل ما فيش فيه تعقيد. وهنا حصل القرار المصيري. عادة لما تيجي جاهز للنزول بالحبل بتاخد الحبل بتاعك وتمرره من خلال الحلقات المعدنية اللي متثبتة في الصخرة، وبعدين بتشد الحبل لحد ما نصه بالظبط يبقى عند الحلقات دي. بالطريقة دي الجنبين اللي نازلين من الحبل تحتك بيبقوا نفس الطول متساويين من الناحيتين. بس براد وأيضاً ما عملوش كده المرة دي. عشان النزول كان قصير جداً افتكروا إنهم هيبقوا كويسين، ما اهتموش يتأكدوا إن الحبل متساوي. أيضاً كان شايف إن الجنب بتاعه واضح إنه لامس الرف اللي تحت، بس ناحية براد كانت متشابكة في شجيرة على الجنب. أيضاً سأل براد: احنا كويسين؟ براد بص على الوضع وقال: أيوة، نقدر نفك الحبل واحنا نازلين. في خطوة أمان مهمة تانية بس، لازم تربط عقد كبيرة في طرفي الحبل بتاعك. عقد سميكة وكبيرة قوي عشان ما تعديش من جهاز النزول بتاعك. بالطريقة دي لو حصل أي حاجة غلط العقدة هتوقف في الجهاز بتاعك وهتمنعك من النزول أكتر. بتلاحظ اللي بيحصل وبتصلحه. بس براد وأيضاً برضو ما ربطوش عقد. دي بس 50 قدم هيبقوا كويسين. براد نزل من ناحية وأيضاً تبعه من الناحية التانية، وكان واقف فوقيه شوية، وابتدوا ينزلوا مع بعض. أيضاً وصف اللي حصل بعد كده في روايته لمجلة أوتسايد: ابتدينا ننزل بالحبل، كنت فوقيه شوية، كنت على الشمال وهو كان على اليمين، وفجأة حسيت بحاجة فرقعت وابتدينا نقع. اللي ما كانوش واخدين بالهم منه إن الحبل على ناحية براد ما كانش طويل زي ما كانوا فاكرين. ما كانش كفاية ينزل براد للحافة الصخرية، ومع عدم وجود عقدة توقفه الحبل عدى على طول من خلال الجهاز بتاعه. أيضاً افتكر اللحظة وقال: هو صرخ وأنا صرخت. عديت من خلال شوية نباتات وكل اللي فكروا إني شفت قميصه الأزرق جروميشي وهو بيعدي من على الحافة. الصوت ده كان نهاية الحبل القصيرة وهي بتفلت من جهاز النزول بتاع براد. من غير أي حاجة توقفها الحبل عدى على طول. كانوا على ارتفاع حوالي 20 ل 30 قدماً فوق الحافة لما الاثنين وقعوا. أيضاً وقع من ارتفاع 60 ل 80 قدم قبل ما يخترق شجيرة كسرت جزء من سقوطه، وبعدها خبط في حافة صخرية تحت. هو كسر الكاحلين الاثنين واحتاج رعاية طبية، بس كان لسه عايش. براد ما كانش محظوظ زيه، ما كانش فيه شجيرة تكسر سقوطه. في النقطة دي كانوا على ارتفاع 600 قدم فوق الأرض، وعلى الارتفاع ده وبالسرعة دي
بياخد جسم الإنسان حوالي 5 ل6 ثواني عشان يوصل للأرض. 5 ل6 ثواني من إنك عارف بالضبط إيه اللي بيحصل ومش قادر تعمل أي حاجة توقفه. أنا بتساءل إيه اللي كان بيدور في دماغه؟ يا ترى كان بيحاول يمسك في حاجة؟ كان بيفكر في إيه اللي حصل غلط؟ ولا كان مجرد رعب فوري وبعده ولا حاجة؟ عمرنا ما هنعرف. اللي إحنا عارفينه هو إن براد وقع على الأرض بقوة عند قاعدة التورو. المتسلقين التانيين اللي كانوا عند القاعدة وشافوا الحادثة نادوا على المساعدة فوراً، بس كان فات الأوان. هو مات في الحال من إصابات رضية شديدة جداً. كان عنده 31 سنة بس. بالنسبة لبعض الناس نهاية براد كانت باينة من الأول. هو ضغط على نفسه جامداً لفترة طويلة. عاش كل مسيرته في حدود ضيقة جداً، وفي الآخر واحدة من الحدود دي خلصت عليه. بس كل ما تبص أكتر على تسلسل اللي حصل بالضبط التفسير ده يبقى أقل منطقية. براد كان عارف كويس إزاي يربط عقد الإيقاف. هو كان فاهم النزول بالحبل بشكل متزامن أكتر من أي حد تقريباً، وكان لسه بيعلم جولي نفس التقنيات دي اليوم اللي قبله. هو استخدم التقنية دي بنجاح عشرات المرات قبل كده. طيب إيه اللي حصل فعلاً؟ في سنة 1997 علماء النفس الإدراكيين بيرن وبوفر اكتشفوا سلوكاً أطلقوا عليه اسم خطأ ما بعد الإكمال. ده بيحصل لما الهدف الرئيسي من المهمة يتحقق ولسه في خطوة فرعية مهمة باقية، بس الخطوة دي بتتنسى. المخ بيسجل إنه المهمة انتهت وبيحول موارده الإدراكية بعيد عن المهمة. الخطوات اللي باقية بتاخد اهتمام أقل. أمثلة الخطأ ده تقريباً محرجة: نسيان الكارت في ماكينة الصراف بعد ما تسحب الفلوس، أو تسيب الورقة الأصلية على ماكينة التصوير بعد ما تخلص النسخ. الهدف كان الفلوس أو النسخة. الهدف اتحقق، المخ بينتقل لحاجة تانية. الخطوة الثانوية زي سحب الكارت أو أخذ الورقة بالضياع منك. في الحياة العادية الأخطاء دي بس محرجة، في التسلق بتكون قاتلة. أول ما براد وأيدن وصلوا لقمة السانديرو لومينوسو، عقولهم بدأت تتحول من وضع التركيز العالي اللي كان معاهم خلال 1500 قدم من التسلق التقني لوضع إحنا خلصنا. وفي الحالة الذهنية المسترخية دي، الحكم اللي بيقول إنها بس 50 قدم ومش لازم نظبط الحبل في النص هو بالضبط النوع من الحسابات اللي بتحسها منطقية لما الجزء الصعب يخلص. وضيف عليهم كمان الإرهاق الجسدي. بعد ساعات من التسلق الصعب المستمر، قدرة المخ على مراجعة الأخطاء الإجرائية بتقل بشكل ملحوظ. دي مش مشكلة براد جوبرايت بس، دي مشكلة عند كل البشر، والبيانات بتؤكد الكلام ده. ما بين 56 و 80% من الوفيات على أعلى جبال في العالم بتحصل في طريق الرجوع بعد ما القمة تكون اتعملت خلاص. في الطيران التجاري تقريباً نص الحوادث المميتة بتحصل أثناء الاقتراب والهبوط، اللي هو المرحلة الأخيرة من الرحلة بعد ما كل الصعب يكون عدى على الطاقم. في التسلق في أمريكا الشمالية النزول بالحبل بيجي من ضمن أعلى 3 أسباب للحوادث المميتة كل سنة. براد عمل غلطة بسيطة واحدة ودفع الثمن الأغلى. 26 مايو 1993 وادي يوسيميتي، كاليفورنيا. ديريك هيرسي قضى 16 ساعة بيتسلق وجه الكابيتان العمودي، واحدة من أصعب الجدران في العالم، على علبة بيبسي واحدة بس. هو نجح لأنه ديريك هيرسي دايماً كان بينجح. في أكثر من 20 سنة من التسلق الحر، التسلق من غير حبال، عمره ما وقع ولا مرة، لا على الدايموند ولا في الوادي الأسود ولا على أي طريق من آلاف الطرق اللي تسلقها في كولورادو ووايومينغ وكاليفورنيا. عالم المتسلقين كان بيسميه دكتور الموت، مش عشان كان متهور، لكن عشان ما فيش حاجة كانت تقدر تمسه. فلما قال لشريكه إنه خارج يتسلق لوحده بسرعة على طريق مستواه أقل بكتير من قدراته، ما حدش كان قلقان، بس هو عمره ما رجع. الجزء اللي مضايقني في قصته إنه ما كانش مجرد غلطة واحدة. المحققين ما لقوش مأساة واحدة، كانت سلسلة. اللي حصل في اليوم ده لسه واحد من أغرب الألغاز في يوسيمايت. دي اللحظات الأخيرة المرعبة لديريك هيرسي. في الثمانينات المتسلقين كان ليهم لقب لديريك، كانوا بيسموه دكتور ديث. وبصراحة لما تشوف اللي الراجل ده عمله على الصخرة غالباً هتتفق مع الكلام ده.
في سنة 1989 ديريك وصل لقاعدة الدياموند، اللي هي جدار شبه عمودي ارتفاعه 900 قدم، وواحد من أكثر جدران الجبال رعب في أمريكا الشمالية وقتها. فطروا 3 فيغ نيوتن وكورة تلج، وبعدين من غير حبل طلع على وش واحد من الجبل ده، ونزل من وش تاني، وطلع تاني في رحلة مستمرة من غير حبل غطى فيها تقريباً 3000 قدم عمودي من مقاطع صخرية تتطلب مهارة تقنية، وكل ده قبل الظهر. بعد 2 من كده ديريك رجع تاني للكانيو الأسود في منتزه جونيسون الوطني في كولورادو. ده وادي عميق وضيق لدرجة إنك لما توقف على الحافة وتبص لتحت، النهر اللي في القاع بيبان زي خيط في الرفيع. الجدران بتنزل حوالي 1700 قدم لتحت بشكل عمودي، أغمق من أي حاجة شفتها قبل كده، وعليها خطوط من صخور قديمة ما شافتش الشمس من ملايين السنين. معظم المتسلقين اللي بيحاولوا ده بيقولوا إنها تجربة بتخنق نفسياً، وبيعملوها بحبال كاملة وشركاء وأيام من التحضير. ديريك راح لوحده، وفي يوم واحد بس تسلق 3 جدران منفصلة في الوادي ده، وغطى أكثر من 30 مقطع تسلق منفصل. ده زي إنك تتسلق مبنى إمباير ستيت من فوق لتحت 3 مرات، وكل ده في أقل من 4 ساعات. فاسم دكتور الموت فعلاً ما كانش مبالغة. إزاي حد يوصل لكده؟ الموضوع بسيط جداً. ديريك اتربى في ضواحي جنوب غرب مانشستر في عائلة من الطبقة العاملة في أواخر الخمسينات. أبوه عرفه على رياضة المشي في الطبيعة، بس هو كان نفسه يتسلق الصخور القديمة الغامقة والخشنة اللي طالعة من الريف الإنجليزي. المشكلة كانت إنه ولد عنده 13 سنة ما كانش معاه فلوس يشتري معدات التسلق، الحبال والأحزمة وأدوات الأمان، ولا حاجة من دول كانت رخيصة. فهو عمل الحاجة الوحيدة اللي كانت متاحة ليه، اتسلق من غير أي حاجة من المعدات دي. في الوقت اللي العيال التانية كانت بتلعب كريكت، كان ديريك الصغير بيتسلق لوحده من غير معدات. دي أصل الحكاية كلها. في أواخر سنين مراهقته كان جزء من جيل من المتسلقين البريطانيين الشباب اللي خلوا الجروف الصخرية هي حياتهم كلها. كانوا بيناموا في مواقف الأتوبيسات ومواقع البناء وأكواخ الخشب. كانوا بياخدوا إعانة البطالة كل أسبوعين، وبيصرفوا الفلوس دي على التسلق. ما كانش فيها أي حاجة تانية، لا خطط لمستقبلهم ولا توفير ولا شقق، بس حجر جيري وصخر خشن والسما الباردة بتاعت إنجلترا فوقيهم. ديريك ما كانش المتسلق الموهوب الوحيد وسط الناس دي، لكن اللي كان بيميزه كان حاجة أصعب تتوصف. كان صوته عالي وكريم ودايما مبتهج واجتماعي باندفاع زيادة عن اللزوم. ده ساعده كتير لما كان بيركب أوتوستوب للجبال الألب من غير فلوس ولا أكل غير 24 قطعة شوكولاتة مارس. كان بيتسلق طرق في المطر اللي ناس تانية ما يقربوش منها حتى في أحسن الظروف. فطبعا لقى طريقة يسافر بيها كاليفورنيا عشان يشوف يوسمايت بنفسه سنة 1980، لأن بالنسبة ليك وليا شكلهم عادي، جكران جرانيت، بس بالنسبة لديريك ده كان الجنة. ديريك قضى هناك 3 شهور بينام عند قاعدة الجدران دي مع متسلقين تانيين وبيتسلق كل يوم. رجع إنجلترا في نهاية إقامته، بس كان في حاجة اتغيرت. جدران يوسيميتي ورته حجم من التسلق ما كانش يعرف إنه موجود. إنجلترا اللي كانت بيته طول عمره فجأة حاسس إنها بقت صغيرة، فعشان كده قرر يفضل. ركب أوتوستوب من نيويورك لبولدر في كولورادو ومعاه بس $40 في جيبه. كان مخطط يقعد أسبوعين بس، لكنه عمره ما مشي من هناك. بولدر في الثمانينات كانت كل حاجة ديريك اتخلق عشانها. التسلق هناك كان عالمي، والمعيشة كانت رخيصة، وبيره المدينة على طول محفور في جدران الحجر الرملي لوادي نهر ضيق اسمه إلدورادو. كان فيه من أحسن جدران التسلق في أمريكا الشمالية. ديريك كان بيسميه مكتبه. برا الوادي ديريك هيرشي كان حاجة بولدر عمرها ما شافتها قبل كده. كان صوته عالي ودائما مبسوط، كان بيحيي أي حد يقابله ويقول هاي يا بونتر، وكان بيسمي شنطة التسلق بتاعته شنطة الشجاعة. عمره ما كان عنده عربية ولا حتى تعلم السواقة. أوضته كانت بسيطة جدا، شبه أوضة راهب، لأن ديريك هيرشي ما كانش عنده تقريبا أي حاجة، وده ما كانش فارق معه. بالنسبة لديريك الحاجات اللي بتملكها مش هتخليك تتسلق مسارات أكتر،
ولا حتكسبك صحاب أكتر. كل يوم الصبح ديريك كان بيجي على وادي إلدورادو زي عامل وردية، بيسجل حضوره، يحط بودرة على إيده، يربط جزمته ويبدأ يتسلق برج صخري ارتفاعه 300 قدمة اسمه برج الرياح. كان يطلع من طريق وينزل من اللي بعده ويطلع اللي بعده ويعدي الحيطة كلها من ناحية للتانية بصبر ودقة، خلت المتسلقين التانيين مش قادرين يتكلموا من الانبهار. على فكرة، برج الرياح مش حيطة للمبتدئين. الطرق اللي عليه بتتراوح من صعوبة متوسطة لحد صعوبة تقنية جدا. معظم المتسلقين اللي بيحاولوا يتسلقوا أجزاء معينة بيعملوا كده بحبل وشريك، وكل تركيزهم مركز في التسلق. ديريك عاملها كإحماء، وبعدين التسلق الحقيقي حيبدأ. ممكن تفتكر إن متسلق زي ده بيتحرك بسرعة وتهور دايما بيضغط على نفسه أكتر، ورا دايما بيدور على النشوة الجاية. ديريك كان العكس تماما، عمره ما كان مستعجل وهو بيتسلق، على عكس متسلقي السولو الجريئين التانيين اللي بيتحركوا بسرعة على الصخرة عشان يقللوا وقتهم في الخطر. ديريك كان بيختار التسلق البطيء المقصود واللي شبه التأمل، وعمره ما جرب طريق إلا لو كان متأكد تماما إنه يقدر يتسلقه سولو من غير حبال. هو ما كان شايف التسلق السولو إنه حاجة فيها مجازفة شديدة أو خطورة، كان ببساطة أنقى طريقة إنه يحس بالحياة. ما فيش حبل يضطر يتعامل معه، ما فيش شريك يستناه، وما فيش جزء من عقله في أي مكان غير الصخرة اللي قدامه على طول. مجرد حركة وإيقاع، والضرورة المطلقة إنه كل حركة لازم تكون صح. بحلول ربيع سنة 1993 كان ديريك هيرسي عنده واحد من أكثر سجلات التسلق المدهشة في تاريخ الرياضة دي. على مدار أكثر من 20 سنة سجله كان بتشمل آلاف المسارات في كولورادو ووايومينغ وكاليفورنيا وأماكن تانية كمان، جدار ورا جدار ورا جدار، وكلهم من غير حبل. نسخته من دليل التسلق المحلي كانت بتحكي القصة كلها من غير كلمة شرح واحدة. جنب تقريبا كل مسار مذكور في الكتاب ده، مسار ورا مسار على مئات الصفحات. ديريك كان كاتب بكلمة واحدة بخط إيده: سولو. على مدار أكثر من 20 سنة التقدير الإجمالي للارتفاعات اللي ديريك هيرسي تسلقها من غير حبل كان تقريباً 1.5 مليون قدم، وده يعادل التسلق من مستوى سطح البحر لقمة جبل إيفرست أكثر من 50 مرة. وفي مرحلة ما الولد البسيط من مانشستر اللي وصل أمريكا ومعاه $40 بس قدر يبني حاجة حقيقية فعلاً. المتسلقين المتمرسين بدأوا يدوروا عليه، الناس اللي عايزين يتسلقوا مع الأفضل واللي كانوا مستعدين يدفعوا فلوس كويسة عشان بس يتبعوا ديريك في التسلق ليوم واحد. فحول ده لشغل في مجال التسلق سماه إكستريم روك. تخصصه كان بسيط: وجهه لأي تسلق وهتلاقي نفسك بتتبعه بعد 20 ثانية بس. الكلام انتشر بسرعة وحقق نجاح كبير في وقت قصير. شغله الجديد خلاه يقدر يشتري معدات ويستخدم الحبال في التسلق، بس عمره ما بطل التسلق الحر من غير حبال. ممكن تقول إنه كان دائما حبه الأول. بالنسبة لراجل عمره ما كان عنده عربية ولا تعلم السواقة وقضى سنين بينام في عشش خشب، كان قريب جدا من الاستقرار أكثر من أي وقت فات في حياة ديريك هيرسي. كان عنده صحبة وكان بيتسلق أحسن من أي وقت قبل كده. أخيرا بقى بيكسب فلوس من الحاجتين الوحيدين اللي كان بيحبهم طول عمره: التسلق والكلام بصوت عالي وكوباية بيرة في إيده. الحياة كانت ببساطة مثالية. في نص مايو 1993 ديريك وشريكه في التسلق كريغ لوبون حضروا عدتهم وسافروا بالعربية من بولدر لوادي يوسمايت. كان عندهم هدف رئيسي واحد للرحلة. اللي حصل بعد كده هو واحد من أطول الألغاز اللي ما تحلتش في يوسمايت. 26 مايو 1993 الساعة 3 الصبح. وادي يوسمايت كان ظلمة تماما وساكت خالص. ما كانش فيه صوت في الوادي غير صوت 2 رجالة بيجهزوا معداتهم بهدوء وبيستعدوا لليوم اللي هيكون أصعب يوم تسلق حاولوه في الرحلة دي. كانوا على وشك يصنعوا التاريخ. بحلول الساعة 5:15 صباحا كانوا عند قاعدة الجدار.
المرة دي وعلى غير عادة ديريك كان فيه حبال ومعدات تسلق تقنية. التسلق ده كان محتاج كده فوقهم، وكان بيرتفع لمسافة 3000 قدم مباشرة في السماء السوداء. كان فيه واحد من أكثر مسارات التسلق تقنية في أمريكا الشمالية اللي هو ذا نوز. معظم المتسلقين الجادين بيقضوا 4 إلى 5 أيام عليه، وبيناموا على الجدار في خيام معلقة، وبيتحركوا ناحية القمة جزء جزء. ديريك وكريك كانوا بيحاولوا يعملوها في أقل من يوم واحد. على مدار 16 ساعة اللي جايين كانوا بيتسلقوا مرحلة ورا مرحلة ورا مرحلة. مئات الأقدام من الجرانيت عدت تحت إيديهم. ديريك كان بيتسلق بصبره المعتاد من غير استعجال، عمره ما كان بيجري أو بيتوتر، بس بيتحرك على الصخرة زي ما هو دايما بيتحرك عليها. كل حركة محسوبة في وقتها، على ارتفاع مئات الأقدام فوق أرض الوادي، وهادي زي واحد ماشي الصبح في نزهة. فضلوا يتسلقوا من الصبح لحد بعد الظهر ولحد المساء، والشمس ماشية فوقهم في السماء، وبعدين غربت ورا جدران الوادي. الهواء بدأ يبرد، والصخور بقت رمادية مع ضوء النهار اللي بيختفي، والنجوم بدأت تظهر فوق القمة اللي لسه ما وصلوش ليها. الساعة 9 بالليل، بعد 16 ساعة من لما بدأوا. ديريك هيرسي وكريغ لوبان وصلوا لقمة الكابيتان. هم فعلا عملوها. الهدف الرئيسي من الرحلة كلها أتحقق، والثمن. خلال 16 ساعة دول من أصعب التسلقات في العالم. الحاجة الوحيدة اللي ديريك هيرسي شربه كان علبة بيبسي واحدة بس كده. لما بدأوا ينزلوا تاني لأرض الوادي، رجلين ديريك كانت بتتشنج جامد. النوع العميق من التشنجات العضلية اللي بيجي من ساعات مجهود متواصل على جسم شغال تقريبا من غير أي طاقة. بس رجعوا لمخيم ساني سايد الساعة 5 الصبح يوم 27 مايو بأمان. على حسب كلام الكل كان في حالة معنوية كويسة، مرتاح وسعيد كمان. في صباح يوم 28 مايو 1993 ديريك هيرسي قال لكريغ إنه حيروح يتسلق طريق سيتك سلاثي على صخرة سنتينيل لوحده من غير حبال. محدش عارف هو ليه اختار الطريق ده بالذات في الصبحية دي بالذات. ده ما كانش في الخطة الأصلية. عشان تفهم اللي هيحصل بعد كده لازم تفهم يعني إيه ستيك سلاثي أصلاً. صخرة السنتينيل واقفة في الجهة الجنوبية من وادي يوسمايت. هي كتلة جرانيتية ارتفاعها 3000 قدم، ووجهها الشمالي تقريباً ما بيشوفش الشمس خالص. مسار ستيك سلاثي بالتحديد موجود على الوجه الشمالي، وفيه ميزة كل متسلق حاول يتسلقه عمره ما بينساها. هو مظلم ودايماً مبلول، عشان هو بيواجه الشمال وبيكون في ظل جدران الوادي أغلب اليوم. الصخرة في المسار ده عمرها ما بتنشف تماماً، ومغطي جزء كبير من الصخرة دي قشرة بيولوجية رفيعة اسمها الأشنة، اللي هي النمو الرمادي المخضر اللي بتشوفه على جدران الحجارة القديمة وشواهد القبور. لما الأشنة بتكون ناشفة بتدي شوية احتكاك، لكن لما بتتبل بتبقى شبه التلج تقريباً. مش زلقة زي الأسفلت المبلول، لا، زلقة بالطريقة اللي بتخلي رجلك تتحرك قبل ما مخك حتى ياخد باله إن في حاجة اتغيرت. المسار نفسه ارتفاعه حوالي 1500 قدم، ومكون من أجزاء الصخرة فيها بتتشق وتعمل فجوات ضيقة بالكاد تكفي جسم إنسان. بتحشر نفسك جواها، تسند ظهرك على ناحية ورجليك على الناحية التانية، وتزق نفسك لفوق بوصة بوصة. هي مصنفة 5.9 على مقياس صعوبة التسلق، وده أقل بكتير من الدرجات اللي ديريك هيرشي كان بيتسلقها كل يوم في وادي الإلدرادو كإحماء. يعني أنت عارف ديريك عمل إيه؟ وصل لقاعدة المسار حوالي الظهر وحط بودرة على إيده وبدأ يتسلق من غير حبل. المفروض يخلص ده في كام ساعة. كان بيتحرك لفوق بثبات جزء ورا جزء، وكل ما يتحرك خطوة أرض الوادي كانت بتبعد عنه أكتر وأكتر. بس في نص التسلق تقريبا بدأت الدنيا تمطر. وقتها كان ديريك تقريبا أكيد وصل للنص الثاني من الطريق، وده معناه إنه كان لازم ياخد قرار، يا إما يسيبه دلوقتي وينزل، يا إما يكمل لحد القمة. ما كانش قرار سهل. فاكر ديريك كان بيتسلق من غير حبل، يعني ما كانش يقدر ينزل بالحبل كده وخلاص. لو نزل كان هيضطر ينزل كل جزء كان طلعه قبل كده
ويدور على أماكن يمسك فيها من غير ما يشوفها. وكمان الصخرة كانت بقت مبلولة وزلقة. ده كان ببساطة خطر جدا. ما كانش في غير خيار واحد بس، فديريك اللي عنده 23 سنة خبرة عاملا لكل متسلق منفرد ناجح قبله قاله عليه إنه القرار الصح. كمل التسلق. دي ما كانتش أول مرة ليه على صخور مبلولة. شوية مطر خفيفة على مسار 5.9 ما كانوش سبب إنه يوقف. في لحظة كان ديريك طالع لفوق زي ما عملها 10,000 مرة قبل كده. إيديه بتقرأ الصخرة وجسمه بيتحرك زي دايما. وفجأة رجله بس زحلقت، مش بشكل درامي، ده النوع من التحركات البسيطة اللي جسمه كان هيعدلها لوحده على صخرة ناشفة من غير حتى ما عقله ياخد باله إنها حصلت. جسمه اتراجع بسرعة وإيديه حاولت تمسك في الحيطة. بيحارب بكل قوته عشان يمسك في الصخرة زي ما كان بيعمل طول 23 سنة تسلق، بس المرة دي كان فات الأوان. ديريك وقع من على ارتفاع أكثر من 800 قدم على وجه صخرة سانتان. ما كانش فيه شهود ينادوا على المساعدة، ولا شريك يديله إسعافات أولية، ولا حبل يمسكه وهو بيقع. أنا بتساءل إيه اللي كان بيدور في دماغه في الثواني الأخيرة دي؟ الحركة المفاجئة والإدراك والإيدين اللي بتحاول تمسك في حاجة ما بقتش موجودة. علماء النفس اللي بيدرسوا الرياضات الحصيرة بيقولوا لنا إن في لحظات السقوط الحر المفاجئ المخ ما بيدخلش في حالة ذعر زي ما أغلب الناس متخيلة. الوقت بيبطأ، العقل بيبقى واضح بشكل غير عادي ومركز كله على اللحظة الحالية بطريقة شبه هادية. إحساسه في اللحظة دي غالباً عمرنا ما هنعرفه. ديريك وقع بقوة على حافة على ارتفاع 850 قدم فوق أرض الوادي في العصر ده يوم 28 مايو 1993. الارتطام كان فوري وقاتل. في المساء ده صاحبه وشريكه في التسلق كريغ لوبين كان مستني في المعسكر. ده ما كانش مؤلق في البداية. ديريك أوقات كان بيضيف طرق زيادة بعد ما يخلص هدفه الرئيسي. أوقات ده كان بيخليه يبات ليلة مش مخطط ليها على الجبل. لكن لما راح يبص في خيمته الصبح اللي بعده يوم 29 مايو ولقاها فاضية، كارج على طول اتصل ب911. فرق البحث انتشرت في الوادي بتدور على ديريك. حوالي الساعة 9 الصبح متسلقين تانيين شافوا جثة على رف صخري على ارتفاع 850 قدم فوق قاعدة صخرة سنتينيل. اتصلوا بكريج عشان يأكدوا اللي كانوا عارفينه بس مش قادرين يعترفوا بيه. لما كريغ وصل كانت السقطة سيئة لدرجة إنه قدر يتعرف على ديريك بس من هدومه اللي كان لابسها. كان عنده 36 سنة بس. في الأيام اللي بعدها رد الفعل الرسمي من الكل ما كانش حزن لكن كان إنكار. النوع ده من الحوادث ما ينفعش يحصل لراجل عنده خبرة زي ديريك. المفروض ما يحصلش كده أبدا. وهم عندهم حق، الموضوع فعلا مش منطقي. بس لما ترتب الحقائق ورا بعض صورة مرعبة بتبتدي تتكون. جاريك قضى 16 ساعة على الكابيتان من يومين وكان معه كنز بيبسي واحدة. تلف العضلات اللي بيحصل من المجهود وانت تقريبا من غير أكل مش بيروح في يوم راحة واحد. والتعب مش بس بيخليك أبطأ، الأبحاث بتقول لنا إنه بيغير طريقة معالجة المخ للخطر. ده بيضعف ردود الفعل السريعة والتصحيحات التلقائية اللي جسمك بيعملها من غير ما تفكر. وبعدين في تسلق للتعافي واجه مطر على صخور ما شافتش الشمس طول اليوم، وده حول السطح اللي هو متعود عليه لحاجة مش متوقعة، من غير حبل ومن غير طريق للنزول. لو الأحداث دي حصلت لوحدها غالباً ديريك كان هينجو، لكن لما الاتنين حصلوا في نفس الوقت حصلت الكارثة. الخبراء بيسموا ده نموذج الجبنة السويسرية، لما أكتر من فشل صغير يحصلوا في نفس الوقت ويتراصوا مع بعض زي فتحات الجبنة السويسرية لما تتراكم فوق بعض لحد ما فجأة يبقى في خط مستقيم من ناحية للتانية ومفيش حاجة تقدر توقف اللي هيعديه. في مقابلة سنة 1993 سألوه عن التسلق الحر ولو كان عنده رغبة في الموت. ديريك رد بسرعة وقال: مفيش حاجة تانية بتخليني أحس إني عايش كده. وإنت بتتسلق لوحدك من غير حبال ما ينفعش تتشتت، لازم تركز على الانسياب من حركة للتانية. قال: أنت تبقى موجود بس في اللحظة الحالية. في 28 مايو 1993 في مكان ما على الوجه الشمالي لصخرة سنتينيل فقد تركيزه مرة واحدة
وكانت دي آخر مرة لي. ديريك هيرسي مات لأن كل فشل صغير وغير مرئي اتجمعوا مع بعض بشكل مثالي علشان تحصل مأساة ما كانش يقدر يتوقعها. 28 يوليو 2007. منحدرات فوغر، ساحل أيرلندا. مايكل ريردون بينزل الجرف البحري لوحده من غير حبل، من غير حزام أمان. مسوت المحيط الأطلنطي تحته و38 سنة من خبرة تسلق الصخور. المسار اللي تحت رجليه هو نفسه اللي تسلقوا قبل كده. الصخرة ناشفة، الظروف مثالية. هو مسيطر تماماً وهو بيتسلق نزولاً لمسافة 600 قدم. صاحبه المصور واقف على الشاطئ بيتفرج عليه وبيصوره عشان ياخد صور لمتسلق حر منفرد أسطوري ويروح بيها لمراته وبنته اللي عندها 13 سنة. وفجأة من غير أي تحذير اختفى. ده اللي حصل في الدقائق الأخيرة المرعبة لمايكل ريردون. أنا غطيت قصص كتير عن تسلق الصخور الفترة اللي فاتت، بس بصراحة دي واحدة من أكتر القصص اللي ما كانتش متوقعها ومرعبة حكيتها. لأن يوم 13 يوليو 2007 كان المفروض يكون آخر يوم لمايكل ريردون في أيرلندا. مش آخر يوم بمعنى إنه كان يوم نحس، لكن آخر يوم زي ما هو مخطط. كان هناك لمدة شهر، وقضى 30 يوماً بيتسلق منحدرات البحر الأطلسي في أيرلندا، وبيفتح مسارات على صخور عمرها ما تلمست من أي متسلق قبل كده. ده معناه 240 مسار في 4 رحلات لجزيرة فالنسيا، واليوم ده كان اليوم الأخير. الخطة لليوم اللي بعده كانت عشاء وداع محجوز في نزل بوفورت، وكان مخبي خاتم في علبة مجوهرات تحت هدومه في بيت صاحبه. 3 خواتم متشابهين، واحد لنفسه وواحد لميرسي مراته وواحد لبنتهم اللي عندها 13 سنة. الخطة الأصلية لليوم الأخير ده كانت إنهم يطلعوا بهدوء بمركب لجزر سكيليج، الأبراج الحجرية القديمة اللي طلعة من المحيط الأطلنطي واللي أي حد من محبي ستار وورز هيعرفها على طول. بس الجو السيء والأمواج العالية خلت ده مستحيل. فمايكل مع صاحبه والمصور ديمون كورسو قرروا يروحوا يشوفوا منحدرات فوغر في جزيرة فالنسيا بدل كده. منحدرات فوغر ارتفاعها 600 قدماً من صخور بركانية سوداء على ساحل أيرلندا، وبتنزل مباشرة في المحيط المفتوح. ما فيش أي حافة أمان أو شاطئ تحت، بس فيه المحيط الأطلنطي. بتوصل مباشرة لأسفل المنحدر، وجاهزة تصب 324 كوانتيليون جالون من مياه المحيط المفتوح بشراسة على أي حاجة أو أي حد واقف عند سفحه. وصلوا للمنحدرات اليوم ده وكان في ضباب خفيف. المطر كان بيضرب عربيتهم طول الطريق، ونزل عليهم رذاذ وهم بينزلوا شنطهم وحاجتهم. دايمون كان بردان تعبان وعايز اليوم يخلص، بس مايكل كان مبسوط ومعنوياته عالية. هو خد دايمون ونزل به لخليج صخري ضيق عند أسفل المنحدرات. وقفوا على بعد حوالي 15 قدم فوق المحيط الأطلسي الهادر. أمواج ضخمة كانت بتتحطم حواليهم من كل ناحية، وبتنشر رذاذ الملح بعنف على الصخور. لأي حد تاني تقريباً على وجه الأرض المكان ده كان مكان لازم يبعد عنه، بس مايكل اكتفى بابتسامة ومن غير ولا كلمة لف ناحية الجرف وبدأ يجهز نفسه للتسلق زي ما هو متعود، من غير حبل ولا حزام أمان. بس جزمته بتاعة التسلق، بودرة الطباشير على صوابعه، والثقة المطلقة اللي تعلمها على مدار سنين من مواجهة المستحيل على وجه الصخرة. المسار اللي كان بيحاول يتسلقه اليوم ده كان 512A، وده قريب من أقصى حدود اللي جسم الإنسان يقدر يعمله على الصخر. المتسلقين المحترفين بيتدربوا سنين عشان بس يحاولوا يتسلقوا الدرجة دي وهم مربوطين بحبل وفي شريك تحتهم، وكل وسائل الحماية الحديثة متعلقة في الحيطة فوق رأسهم. مايكل عمره ما جرب المسار ده بالذات على الصخرة دي قبل كده، ولا حد غيره جربه. كل حركة على وش الصخرة كانت سؤال، وهو بيجاوب عليه في نفس اللحظة. والمحيط الأطلنطي تحت منه ب30 قدم، وما فيش بينه وبينه غير قدرته هو بس على قراءة الصخرة اللي عمره ما شافها قبل كده. ده اللي المتسلقين بيسموه تسلق حر منفرد من أول محاولة.
وده بيعتبر أخطر حاجة ممكن إنسان يعملها بإرادته على وجه منحدر صخري. لو بتسأل ليه هو اختار يعمل كده بإرادته، فده عشان مايكل ريردون ببساطة ما كانش عايش زي أغلب الناس. اتولد في 1 مايو 1965 في قاعدة كوانسيت بوينت اللوية البحرية في رود آيلاند، وأم مايك سابته وهو صغير جدا. اتربى مع أبوه وكانوا بينتقلوا من مكان لمكان في أنحاء البلد، أوقات من غير عنوان ثابت، وأوقات ما كانش عندهم ياكلوا غير شوربة الهندباء عشان يعدوا الأسبوع من غير أي شبكة أمان أو سند. من أول لحظة في حياته عدم اليقين ما كانش تهديد، كان يوم عادي. هو انتقل لكاليفورنيا عنده 19 سنة في 1984. وقتها كان ممكن تشتري بيت بدخل واحد، وتسلق الصخور كان لسه بيبدأ يلاقي هويته كتخصص جاد. كانت مجموعات صغيرة من رجالة وستات مهووسين سائقين عربيات قديمة لحوائط صخرية نائية، وبيعملوا حاجات على الصخور محدش كان لسه يعرف يوصفها. مايكل دخل العالم ده بكل كيانه. حوالي سنة 1987 متسلق مخضرم اسمه ستيف ويربلو عرفه على تيكتس روك في كاليفورنيا، جدار جرانات ارتفاعه 1000 قدم، والمتسلقين الجادين كانوا بيختبروا نفسهم عليه بقالهم عقود. وهناك كانت البداية كلها. مايكل قضى 20 سنة اللي بعدها بيبني سجل تسلق كسر حدود الرياضة اللي كانت بتكبر دي. هو تسلق أكثر من 4900 ميل من الصخور العمودية. عشان أوضح لك، ده كفاية إنه يتسلق جبل إيفرست من القاعدة للقمة أكثر من 900 مرة، ومعظم التسلق ده كان من غير حبل. في الوقت اللي بقية مجتمع المتسلقين كانوا بيتجهوا للمراتب المبطنة والمعدات الخاصة وبروتوكولات الأمان الصارمة، مايكل كان ماشي في الاتجاه العكسي. كان معجب كبير بجون بيكر، المتسلق الحر اللي كان بيتسلق درجات محدش غيره كان يقدر يقرب منها من غير حبل من أواخر السبعينات. زي بيكر، مايكل كان بيظهر عند أصعب الجدران في أمريكا، لابس بنطلون جينز أزرق وتيشيرت قطني أحمر فاقع، من غير حبال ولا حزام أمان، لأنه كان شايف إن الحبل زي مرساة بتشتته عن الحركة النقية على الصخرة. عشان يحس بحرية أكتر، أوقات كان بيتسلق وهو لابس شورت سوبرمان. وللإحساس بحرية أكتر كمان، مرة تسلق وهو عريان تماماً. كان متسلق، صوته عالي مرح ومستحيل تتجاهله، لكن على الصخرة كان محترف بمعنى الكلمة. كل حركة كانت محسوبة، وكل قفزة كان مخطط لها كويس من قبل كده. كان بيتحرك زي المية، زي بروسلي على الصخرة. معظم متسلقي السولو الحر في الوقت ده كانوا بيستخدموا حبل علشان يستكشفوا مسار جديد قبل ما يجربوا. مايكل خدها خطوة أبعد. كان معروف عن مايكل إنه بيعمل صعودات أولى من أول محاولة، يعني كان بيتسلق صخور جديدة أول مرة حد يلمسها من غير حبل أو أي معرفة سابقة بالمساكات. يمكن يبان الموضوع متهور، بس كان مايكل ممكن يسيب تسلقات ناس تانية تعملها وعينيها مغمضة لمجرد إنه ما كانش حاسس إنها مناسبة. التسلق الفردي بالنسبة له كان أمنية عمر. كان عنده عقلية تسلق فريدة وكان بيسميها الإيت فوت إيجشل. لما كان على الجدار من غير حبل، كان في ذهنه نطاق غير مرئي، ما كانش فيه ماضي ولا مستقبل ولا خوف من الوقوع أو من الرياح اللي بتاوي أو الأرض اللي تحت على بعد مئات الأقدام، بس النقاء التام للحركة الجاية. لو كنت تربيت بتصلح الموتورات في جراج أبوك، أكيد عارف الإحساس ده كويس. مايكل كان عايش في الحالة دي دايماً، واللي حققه بعقلية الإيت فوت إيجشل دي كان فعلاً شبه مستحيل التصديق. في أحسن سنينه، مايكل كان بيتسلق لوحده تقريباً كل يوم، ومش بس الجدران الصعبة، كمان كان بيتسلق لوحده التسخينات والتهدئة ولفات التدريب، كل حاجة. مرة في أواخر إبريل 2004 مايكل سافر بعربيته لحديقة جوشوا تري الوطنية، وهي جنة المتسلقين في جنوب كاليفورنيا، وفيها أكثر من 8000 مسار موثق على تشكيلاتها المشهورة. كان مخطط يعمل شوية مسارات قبل ما يروح ينام، بدل كده فضل صاحي لمدة 19 ساعة وتسلق 280 مسار من غير حبل في مرة واحدة.
بعض المسارات دي كانت صعوبتها لحد 5.13 إيه. ده تسلق صعب جدا لدرجة إن الحيطة ميلة للوراء، والحاجة الوحيدة اللي بتخليك عايش هي مسكات إيد قد حجم العملة الصغيرة. إجمالي المسافة اللي تسلقها مايكل في اليوم ده كانت 2 رأسيين من الصخور في يوم واحد. وفي أكتوبر اللي بعد كده قرر إنه يخلص 1000 تسلق منفرد في 30 يوم، يعني حوالي 33 تسلق منفرد كل يوم لمدة شهر كامل. كان بيوصل للحديقة قبل الفجر، وبيفضل هناك لحد بعد الظلمة. بيتنقل من صخرة للتانية ومعه بس جزمته وكيس الطباشير. في أكثر أيامه إنتاجية كان بيتسلق لوحده أكثر من 15,000 قدم رأسية. ده زي إنه يتسلق مبنى إمباير ستيت 12 مرة قبل غروب الشمس كل يوم. في السنة اللي بعدها أغسطس 2005 تحدى واحد من أكثر طرق التسلق طموحاً في أمريكا، وهو باليسايد ترافيرس في جبال سييرا نيفادا. ده عمود فقري متعرج طوله 9 أميال بيربط بين 26 قمة جبلية مختلفة، و6 قمم منها بترتفع لأكثر من 14,000 قدم. أول فريق قدر يخلص الطريق ده قضى 7 أيام عليه، وقبلها بأسبوع كامل كانوا بيخبوا أكل وإمدادات على طول الطريق. الفريق الثاني اللي قبله أخذ 12 يوم عشان يعمل نفس الحاجة. مايكل بدأ من غير ما يكون مخزن أي حاجة في أي مكان على الطريق. هو خلص بعد 22 ساعة. راجل زي ده، متسلق زي ده، ما بينجاش بالحظ. هو بينجو لأنه مسيطر سيطرة كاملة ومطلقة على عالم التسلق العمودي. هو عارف بالضبط هو بيعمل إيه، وعارف جسمه يقدر يعمل إيه. قبل ما يسافر أيرلندا، مايكل كان قال لصاحبه ومحرر مجلة في كلام مش للنشر إنه خطته النهائية إنه يتسلق طريق اسمه فري رايدر على الكابيتان من غير حبال. الطريق ده بيطلع مباشرة فوق 3000 قدم من الجرانيت في كاليفورنيا. لو بتتابع التسلق هتعرف إن ده بالضبط هو الطريق اللي أليكس هونلز تسلقه من غير حبل بعد كده ب10 سنين، وبقى أيقونة عالمية. مايكل ريردون كان بيخطط يعملها الأول في هدوء. الشهر كله اللي قضاه في أيرلندا كان بس علشان يجهز عقله وجسمه لأكبر إنجاز في تاريخ التسلق. فلما مايكل بدأ يتسلق جدار محدش قبله تسلقه يوم 13 يوليو 2007، غالباً فكر نفسه التسلقة دي كانت إيه؟ تجربة تدريبية، جزء من العملية. مسار مايكل في اليوم ده كان في الناحية الشمالية من المنحدرات، وصخور السربنتين السوداء بتنزل بشكل عمودي على المحيط الأطلنطي. على بعد حوالي 30 قدم كان ديمون واقف قدامه مباشرة على حافة صخرية مستوية بيصور تسلق. كان في بينهم فجوة ضيقة من مية المحيط الأطلنطي المتلاطمة. أول الحركات كانت الأصعب. الصخور المبلولة ومفيش خط طباشير خلت صوابه تدور في الصخر الأسود الغريب ده على حاجة يمسك فيها. على مستوى الصعوبة اللي الصخور اللي كان بيتسلقها متصنفة عليه، المسكات بتكون رفيعة زي الشفرة حتى في أحسن الظروف. النهاردة كانوا متغطيين بملح مبلول من الأمواج اللي بتتحطم. تحت منه المحيط الأطلنطي كان بيرمي كل قوته وعنفه على قاعدة الجدار. لو جزمة مبلولة زحلقت أو مسكة إيده اتقطعت كان هيقع ورا من غير ما يشوف في المية البيضة اللي بتتقلب. بس مايكل كان بيقرأ الحجر الأملس في اللحظة دي، وبيثبت صوابعه اللي عليها طباشير على حواف مش باينة، وبيضغط بجزمته المطاط على مسكات صغيرة في الصخر الزلق. كان بيتحرك برشاقة سلسة ومخيفة، وبيطلع على الجروف الصخرية بدقة ميكانيكية كاملة. طلع لحد ما وصل للقمة بهدوء وبحذر. أول صعود اكتمل. وقف لحظة فوق القمة، والمحيط الأطلسي ممتد وراه بلا نهاية، وأيرلندا وراه، والجدار الأسود الداكن تحت رجليه. كل اللي عليه يعمله دلوقتي إنه ينزل تاني. المرة دي كان بينزل من طريق مختلف تماماً وبتصنيف أسهل، 5 10 المرة دي. بس في حاجة معظم الناس ما يعرفوهاش عن التسلق من غير حبل: النزول أخطر بكثير من الطلوع. وإنت طالع عينيك هي اللي بتقود الطريق. تقدر تشوف الصخرة وتخطط للحركة،
وجسمك بيتبع الخطة. لما تنزل كأنك بتتسلق وإنت أعمى، جسمك نفسه بيحجب رؤيتك للحائط اللي تحتك. لازم تنزل وزن جسمك كله في الفراغ وإنت بتمد رجلك تحتك، وتثق في قوة قبضتك وذاكرتك عشان تلاقي حافة رفيعة زي الشفرة وإنت أصلاً مش شايفها. غلطة واحدة في الحساب، أو لو رجلك جات بوصة زيادة ناحية الشمال والجاذبية هتكسب. بس مايكل هرب. بحلول الساعة 5 مساء، جزمتين الكاوتش بتوعه لمسوا الصخر المسطح لمنصة صغيرة فوق لوح حجري مسطح بارز من جدار الجرف. مش الأرض ولا شاطئ، لكن رف صغير من الصخر قاعد تقريبا على ارتفاع 15 قدم فوق المحيط الأطلسي الهائج على طول. الصخرة تحت رجليه كانت سوداء ومغطية بطحالب سميكة ومبلولة وزلقة زي الثلج. المكان ده ما كانش آمن يقعد فيه لفترة طويلة، بس هو ما كانش ناوي يفضل هناك كتير. هو عمل اللي جه يعمله في جزيرة فالنسيا. على الناحية الثانية قدامه عبر الممر الضيق وفي نفس المستوى تقريبا صاحبه دايمون كان واقف طول التسلق بالكاميرا مرفوعة بيوثق كل حركة مرعبة. في الأول كان الموضوع مثير، بس الأدرينالين اللي حس بيه وهو بيتفرج على صاحبه وهو بينجو بدأ يروح. دايمون كان بيترعش من البرد، جسمه كله مبلول من المطر المتجمد، وكان أكثر من جاهز يرجع لدف الأوتيل بتاعهم. نزل الكاميرا ومسح المية من على وشه وصرخ بصوت عالي وسط دوشة الأمواج المتكسرة إن الوقت جه يلموا حاجتهم ويمشوا. الرحلة اللي استمرت شهر كامل خلصت رسمياً. عشان يرجع لدايمون، كل اللي كان على مايكل يعمله هو إنه يعدي الفتحة الضيقة اللي فيها المية بتغلي واللي فيها المحيط الأطلنطي كان بيهيج، ويرجع بينهم من غير أي تسلق. بس ما كنتش تقدر تمشي عليها كده وخلاص، كان لازم تستنى لما الموج يهدى بين الموجات الكبيرة وتتحرك بسرعة وتعدي للناحية التانية قبل ما الدفعة الجاية من الموج تيجي. وهو مستني، مايكل بص حواليه. الأمواج اللي بتخبط في المدخل كانت أمواج الأطلسي العاتية ماشية من غير توقف لمسافة 3000 ميل، وبتدخل بالعافية في الممر الضيق ده وبتنفجر على جدران الصخور السوداء من كل ناحية. كان المنظر عنيف، كان المنظر جميل، كان لازم يحل المشهد ده ذكرى راسخة في دماغه. فبص وراه على دايمون من خلال الضباب الكثيف وصرخ إنه مش عايز يمشي دلوقتي. قال لصاحبه يرفع الكاميرا تاني وياخد شوية صور أخيرة عشان يفتكر اليوم ده. طلب منه يصوره وهو واقف على الصخرة دي، وواقف بيتصور والموج الضخم والعنيف بيخبط في الجرف وراه. دايمون تنهد بإحباط وقلب عينيه. يلا يا مايك، جه وقت نمشي من هنا، فكر دايمون. بس رغم إنه كان بردان وعايز يروح البيت، كان كمان صاحب كويس ومصور شغوف، فوافق. رفع العدسة الثقيلة تاني على عينه وركز على مايكل قدام المحيط الأطلنطي الهائج وبدأ يضغط على زر التصوير. وده بالضبط كان الوقت اللي الفخ اتقفل فيه. شوف، في الوقت اللي مايكل كان واقف مرتاح وبياخد وضعية للتصوير وحاسس بالأمان على صخرة زلقة زي التلج وسط المحيط الأطلنطي، المية كانت بتغلي بطاقة فوضوية وصعب تتوقعها. جزيرة فالنسيا موجودة على طرف أوروبا بالضبط، وبينها وبين أمريكا آلاف الأميال من المحيط المفتوح. كل عاصفة بتعدي المحيط ده بتبعت طاقتها مباشرة للجروف دي، وعادة تقدر تقرأها. تقدر تسمع الأمواج وهي بتزيد، وتقدر تشوفها وهي جاية، تقدر تحسب توقيتها. بس أوقات موجة بتدخل الممر الضيق وشكل الممر بيضغطها وبيضخمها لدرجة إنها تبقى اندفاع كبير وسريع وضخم بيجري في كل حاجة في طريقه، والمحيط ما بيدكش إنذار لما ده بيكون هيحصل. وأثناء ما دايمون كان بياخد صور، شاف في ثواني من خلال عدسة الكاميرا إن موجة ضخمة كانت بتتقوس وداخلة مباشرة في الممر، وضربتها جاية ناحية الجزء اللي مايكل كان واقف فيه. وبعد ثواني الموجة ضربت. اللي حصل بعد كده كان عنيف جدا. المياه حوالين مايكل ارتفعت بعنف كائم قدم وغمرت المنصة المسطحة الوحيدة اللي كان واقف عليها مايكل. ما كانش فيه وقت،
المية خبطت مايكل بقوة قطار شحن في ركبته ووقعته على ظهره فوق صخرة مغطاة بالطحالب، والمية بتندفع حواليه من كل ناحية. في اللحظة اللي حس فيها بالموجة بتخبطه، غريزة البقاء اللي عند مايكل ريردون بقالها 20 سنة اشتغلت فوراً. ما توترش، بص لفوق، وفوق المنصة كان فيه حافة أعلى. لو قدر يوصل لها حيكون فوق مدى وصول الموجة. مد إيده ليها وحاول يتسلق على طول. صوابعه ضغطت بقوة على الصخر السربنتيني الأسود الفاحم، بيدور على أي حاجة يمسك فيها، أي حاجة يشد نفسه بيها فوق مدى وصول المية. لقى الحافة ومسك فيها كويس. إيديه كانت عليه، كان قرب ينجح. بس الأمواج مش بس بتخبط، هي بترجع لورا. المية اللي عند قاعدة منحدرات فوغر مش مجرد جزء عادي من البحر. بسبب شكل الصخور بتشتغل زي غسالة عملاقة. فلما الأمواج الضخمة من المحيط الأطلنطي بتخبط في وجه المنحدر، المية بترتد وبتعمل تيارات عنيفة ودوامات بتسحب لتحت بقوة ساحقة. مايكل اتخبط بعنف تاني من سحبة الموجة الراجعة. اتفلتت إيده وبدأ يقع، بس مع ذلك مد إيديه لقدام عشان يمسك في السطح، بيحاول يمسك أي حاجة يتشبث بيها، بس ما كانش فيه أي حاجة. سطح الجزء ده كان صخرة مغطاة بالطحالب وما فيهاش أي احتكاك ولا مسكة ولا أي حاجة. قوة آلاف الجالونات من المية التقيلة اللي بتشده كانت مطلقة وكانت بتسحبه مباشرة. ما كانش فيه أي حاجة يقدر يعملها. مايكل اتسحب فوق حافة المنصة اللي مغطية بالطحالب على ارتفاع 15 قدم، ووقع في مية المحيط الأطلنطي المتلاطمة. وأول ما لمس المية، التيارات مسكته فوراً وسحبته بعيداً عن الجرف، ودخلته المحيط المفتوح في ثواني كأنه ما كانش ليه وزن خالص. دايمون شال الكاميرا من على عينه وهو مصدوم ومرعوب، وفضل يصرخ باسم مايكل وسط الرياح العاصفة. جرى بسرعة ناحية حافة الخليج، وفضل يبص في المية المتقلبة قدامه، وكان يائس إنه يشوف لون تيشيرت مايكل الأحمر الفاتح. ولثواني مرعبة ما كانش فيه غير مية المحيط العنيفة بس. وبعدين مايكل طلع على السطح. في اللحظة دي كان انجرف تقريباً 165 ياردة في البحر، حتى في المحيط الأطلسي الهائج، وهو تقلان بسبب بنطلون جينز ثقيل وجزمة تسلق. مايكل كان لسه نشيط، هو كان ناجي، كان بيشق المية وبيقاوم التيار وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يرجع للصخور ويتسلق ويطلع. جايمان ما كانش هيفضل واقف كده بس. من مكانه، الحاجة الوحيدة اللي كانت فاصلاه عن مايكل كانت فاصل ضيق من مياه المحيط الأطلنطي. نزل بسرعة وابتدى يفتش بجنون في شنطهم والمعدات اللي جابوها، وطلع حبل تسلق ثابت. رجع بسرعة لحافة المدخل الصخرية ولف الحبل الثقيل في إيده ورماه بقوة في الرياح العاصفة، وكان بيتمنى من قلبه إنه مايكل يقدر يمسكه، بس ما قدرش. الحبل كان طوله بس 200 قدم. في اللحظة دي مايكل كان بالفعل على بعد 165 ياردة، يعني تقريباً 3 أضعاف طول الحبل. ما قربش حتى. صاحبه كان بيتسحب للبحر المفتوح بفعل قوة خارجة عن أي سيطرة بشرية. ما كانش فيه أي حاجة يقدر يعملها. الذعر سيطر عليه. ما كانش معه موبايل. الحبل بتاعه ما كانش ليه لازمة، وما فيش طريقة ينزل بيها في المية المتلاطمة دي من غير ما يموت في الحال. وعكس مايكل، ناحية دايمون من الخليج كانت متصلة بباقي الجزيرة. ورا منه كان في طريق طالع لفوق بيوصل لمحطة خفر السواحل في فالنسيا على بعد ميل واحد. دي كانت الخيار الوحيد اللي بقيله. صرخ عبر المية لمايكل وقال له يتمسك وإنه رايح يجيب مساعدة. بعدها جري ميل كامل لفوق وسط الضباب والمطر، ورجليه وصدره كانوا مولعين من التعب. كل ثانية هو مش موجود فيها كانت ثانية مايكل ببعد أكثر. بحلول الساعة 5:15 مساء في يوليو 2007، دايمون دخل محطة خفر السواحل وهو بيقطع نفسه من التعب، وحكى لهم اللي حصل. اتحركوا فوراً. في خلال 15 دقيقة من الموجة اللي ضربت المنصة دي كانوا وصلوا للمكان. بس في الوقت ده مايكل ما كانش ليه أي أثر.
مهود الإنقاذ اللي حصلت بعد كده كانت من أكثر العمليات المكثفة في تاريخ خفر السواحل الإيرلندي. 12 قارب إنقاذ تطوعي وقارب النجاة بتاع خفر السواحل وهليكوبتر إنقاذ فضلوا يدوروا لحد الليل. على مدار 48 ساعة اللي بعدها ساحل إيرلندا اتحول لشبكة بحث ضخمة. الهليكوبترات اللي جاية من القواعد العسكرية مسحت المية تحتها بأجهزة مسح بالأشعة تحت الحمراء. غواصين من البحرية وناس بتفتشوا على رجليها، وغواصين محترفين تانين فتشوا كل كهف تحت المية وكل شق صخري عند قاعدة منحدرات فوغر. في 15 يوليو 2007 السلطات أعلنت رسمياً وقف جهود الإنقاذ. ما كانش ممكن يكون نجا، كل اللي كان باقي هو انتشار الجثمان. وبرضه ما لقوش أي حاجة، لا جثته ولا هدومه ولا جزمته ولا السلاسل اللي كان لابسها. مايكل اختفى خلاص، كان عنده 42 سنة. وفي آخر لحظة، ليه؟ القشرة اللي بتحميه اللي طولها 8 أقدام كانت غالباً مليانة خوف. أنا متأكد إنه ملحقش حتى يفكر في شريكته وبنته ولو لنص ثانية. أكيد بتسأل نفسك نفس السؤال اللي أنا سألته لما سمعت القصة دي لأول مرة. ليه في الدنيا راجل حياته كلها مبنية على إدارة الخطر بدقة يقرر يفضل في الخطر عشان الصور؟ بص، الموضوع كده، كل شهر بعملوا فيديو واحد مخصوص لباتريون. التحذيرات كانت موجودة، مش هتشوفه في أي مكان تاني. لو ده نوعك من الحاجات، الروابط في الوصف. في كذا حاجة بتحصل هنا. أول حاجة هي البيولوجيا. لما تكون في خطر جسدي حقيقي، الغدد الكظرية بتضخ الأدرينالين والكورتيزول في دمك. معدل ضربات قلبك بيعلى، نظرك بيبقى أوضح، مخك بيركز كل انتباهه على التهديد اللي قدامك. كل حاجة تانية بتختفي. كشرة البيضة اللي طولها 8 أقدام اللي مايكل وصفها ما كانتش مجرد فلسفة، ده كان جهازه العصبي بيعمل بالضبط اللي 3 مليون سنة من تطور الإنسان ما هي يعملوه. أول ما الخطر ينتهي، الدرع ده بيختفي. الأدرينالين ليه عمر نصفي من دقيقة لحد 3 دقائق. وقت ما مايكل نزل من على الحيطة، المادة الكيميائية اللي كانت مخلياه في أقصى درجات الانتباه كانت خلاص راحت. مخ سجل إنه المهمة انتهت والتهديد اتشال، يقدر يهدى. انت عارف الإحساس ده، أكيد حسيت بيه قبل كده، يمكن مش على جرف بحري بس أكيد عشته. الطريق للبيت بعد وردية طويلة، لما الجزء الصعب خلاص عدى وعقلك بقى قاعد على ترابيزة المطبخ. وده بالضبط هو اللحظة اللي فيها العربية التانية بتظهر فجأة. وبعدين فيه علم النفس. كل ما تبقى ماهر أكثر في النجاة من المواقف الخطيرة، مخك بيبدأ يعيد تعريف شكل الخطر بهدوء. مايكل وقف على حيطان ممكن تقتل أغلب الناس لو بس بصوا عليها، وخرج منها سليم. بعد 20 سنة من كده، مخه بنى نموذج محدد جدا عن إيه هو التهديد الحقيقي. كان ليه شكل، كان عمودي وفيه شقوق ومساكات. صخرة مسطحة على ارتفاع 15 قدما فوق المية ما كانتش تناسب النموذج ده. ما كانش شكله زي الحاجات اللي حاولت تقتله قبل كده، فعقله ما اعتبروش خطر. وبعدين جغرافيا. الأمواج اللي حجمها كبير كفاية توصل للصخرة اللي كان عليها مايكل نادرة. مايكل نفسه كان هناك قبلها بأسبوعين. في أغلب الأيام المية بتفضل في مكانها. عشان مايكل رياردون يموت في العصر ده، كان لازم الأدرينالين اللي بيخليه صاحي يخلص. عقله كان لازم يصنف التهديد إنه انتهى. شهر من الشغل جنب المحيط الأطلنطي كان لازم يخلي منظر المية المتلاطمة جزء من المنظر الطبيعي مش خطر. وكان لازم الموجة تنحني بالزاوية الصح وتدخل الخليج الصح في اللحظة الصح عشان توصل بالضبط للمنصة اللي كان واقف عليها. كل حاجة كان لازم تمشي غلط، وكل حاجة فعلا مشت غلط. على بعد آلاف الأميال في كاليفورنيا صباح يوم الجمعة ده، مارسي ريردون كانت منزعجة. هي قضت الصبح كله بتحارب إحساس مش قادرة تسميه، إحساس تقيل ومخنوق إن في حاجة غلط. هي ما قدرتش تستحمل أكتر من كده، فمسكت تليفونها واتصلت برقم مايكل بس علشان تطمن عليه. دامون هو اللي رد. وفي اللحظة دي
مرات الراجل اللي قضى 20 سنة بيحارب المستحيل عرفت بالضبط اللحظة اللي البحر انتصر فيها. بيقولوا إنه الزوجة دايماً بتحس. مايكل ريردون مصنف رسمياً كمفقود ومفترض إنه مات. ما فيش جثة وما فيش أي إحساس إن الموضوع انتهى. ما فيش غير ذكرى راجل عاش من غير حبل وعلامات الطبشور الأبيض اللي بتدل على آخر محاولة يائسة اللي تسابوا وراه على ساحل أيرلندا. مايكل كان مؤمن إن خبرته بتديله سيطرة على بيئة قاسية جداً وما بترحمش. بس المتسلق اللي جاي ده اتساب في الثلج على ارتفاع 26,000 قدم مرتين لمدة 15 ساعة واتحسب إنه مات. قالوا لمراته إنه مات، وكل اللي كان باقي منه صوابعه المتجمدة ووشه اللي تجمد من البرد. لكن بعدين جالها مكالمة تانية. ما تفوتش قصتنا الجاية.